السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشرح جغرافيا. عندنا الوحدة الأولى في الجغرافيا بتتكلم عن الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم، والوحدة مقسمة لأربع دروس. الدرس الأول بيتكلم عن النشاط الزراعي وموارده في العالم، والدرس الثاني بيتكلم عن الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم، والدرس الثالث والرابع بيتكلموا عن النشاط التعديني والصناعي. في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الأول اللي هو النشاط الزراعي وموارده في العالم. بس قبل ما نبدأ شرح الدرس يا ريت تعمل لنا لايك وشير واشتراك في القناة ونبدأ شرح الدرس. طب حد يقول لي هو النشاط الزراعي مهم؟ اقول لك طبعا، ده يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم، وده لأنه بيمثل مصدر رئيسي لغذاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات. الإنسان زي ما هو بيستهلك أسماك وحيوانات بيستهلك حاجات تانية، موارد زراعية تانية زي ايه؟ زي القمح، زي الرز، زي السكر، زي الشاي اللي بنشربه كل يوم، والبن. دي كلها موارد زراعية الإنسان بيستهلكها. وكمان زي ما قلنا زي القمح اللي بيعد مصدر أساسي أو رئيسي لغذاء الإنسان. يبقى النشاط الزراعي مهم؟ طبعا مهم، لأنه بيمثل مصدر رئيسي لغذاء الإنسان جنب الأسماك والحيوانات. وكمان بيرتبط بيه تربية الحيوانات اللي بتبقى موجودة في الحشائش وبتاكل من الحشائش دي، بنرجع احنا نستفيد منها. الحيوانات دي بتتربى انها تاكل في الحشائش دي اللي هي ايه؟ اللي هو النشاط الزراعي. فالنشاط الزراعي مرتبط طبعا بتربية الحيوانات. وكمان مصدر مهم للمواد الخام. زي ايه؟ اديك مثال، زي المطاط الطبيعي اللي بيدخل في صناعة اطارات السيارات، وزي محاصيل الالياف دي اللي هي ايه؟ اللي هي القطن والكتان والجوت. القطن والكتان والجوت بيدخلوا في صناعات زي صناعة المنسوجات. يبقى النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم. أيوه، النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم، وده لأنه بيمثل مصدر رئيسي لغذاء الإنسان بجانب طبعا الأسماك والحيوانات، وبيرتبط بيه تربية الحيوانات. وكمان مصدر مهم للمواد الخام الزراعية اللازمة لبعض الصناعات زي محاصيل الألياف، قلنا القطن والكتان والجوت، وزي المطاط الطبيعي اللي بيدخل في صناعة إطارات السيارات. والنشاط الزراعي بقى موجود في كل قارات ودول العالم تقريبا. وعندنا النشاط الزراعي بينقسم إلى نوعين رئيسيين. أول نوع هو الزراعة البسيطة أو بين قوسين كده البدائية. النوع الثاني الزراعة المتقدمة. الزراعة المتقدمة بتنقسم لنوعين، في زراعة كثيفة وفي زراعة تجارية علمية. نبدأ الأول نتكلم على الزراعة البسيطة أو الزراعة البدائية. هنتكلم على خصائصها وأماكن انتشار الزراعة دي وأهم محاصيلها كمان. نبدأ بخصائصها. إيه خصائص الزراعة البسيطة البدائية؟ قالك أول حاجة بيعمل بيها عدد قليل من سكان العالم، عدد قليل بس من سكان العالم اللي شغالين في الزراعة دي. طب إيه تاني؟ ضيق المساحات المزروعة وتباعدها عن بعض. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي حتة أرض بعدها كام بيت كده، بعدها حتة أرض تانية، بعدها كام بيت، بعدها حتة أرض، وهكذا. وحتة الأرض دي تلاقيها حته صغيره، ايراد اقل من ايراد، بعدها كام بيت، بعدها ايراد او ايراتين، بعدها كام بيت. فالمساحات المزروعه ضيقه وكمان بعيد عن بعض. ده كله بنتكلم في ايه؟ في خصائص الزراعه البسيطه. وكمان بيستخدم فيها الادوات البدائيه البسيطه. زي ايه؟ زي الفاس. الحاجات دي الزراعه دي اللي هي البسيطه او البدائيه بتوفر الاحتياجات الغذائيه اللازمه للسكان، للناس اللي عايشين جوه المنطقه جوه البلد، وما عندهاش فائض انها تصدر. هي دوبك الزراعه دي انا اوفر لك اكل للناس اللي عايشين، انما ما اقدرش اوفر لك كميه تصدرها لبره، لا انا اوفر لك بس اكل للناس اللي عايشين بس. دي خصائص الزراعه البسيطه او البدائيه. يبقى خصائص الزراعه البسيطه او البدائيه يعمل بها عدد قليل من سكان العالم، ضيق المساحه المزروعه وتباعدها عن بعضها. رقم 3 بيستخدم فيها ادوات بدائيه بسيطه. رقم 4 بتوفر الاحتياجات الغذائيه اللازمه للسكان المحليين دون وجود اي فائض للتصدير. طب اماكن انتشار الزراعه البسيطه او البدائيه اقول لك موجوده في مناطق صغيره ومعزوله. زي ايه؟ زي المناطق الحاره اللي موجوده على هوامش الغابات الاستوائيه، وموجوده برضه في بعض مناطق حشائش السفن. يبقى اماكن انتشارها موجوده في مناطق صغيره ومعزوله لوحدها كده. زي ايه؟ زي المناطق الحاره الموجوده على هوامش الغابات الاستوائيه، وموجوده برضه في بعض المناطق في حشائش السفن. طب اهم محاصيل الزراعه البسيطه، اهم محاصيلها الذره والموز والكازافه واليام. الذره والموز والكازافه واليام. حد يقول لي يعني ايه اليام دي؟ اليام دي نبات كده شبه البطاطا. في دول بتاخد النبات ده بتسيبه لحد ما يجف وتطحنه وبيخش في صناعه الخبز. دول زي ايه؟ دول زي غانا ونيجيريا. يبقى اهم محاصيل الزراعه البسيطه البدائيه الذره والموز الكازافه واليام. ده كله بنقول في ايه؟
في الزراعه البسيطه اللي هي ايه البدائيه. طب الزراعه المتقدمه قلنا منها نوعين، في زراعه كثيفه وفي زراعه تجاريه علميه. الاول الزراعه الكثيفه. يعني ايه زراعه كثيفه؟ الزراعه الكثيفه دي هي زراعه الارض اكتر من مره في العام الواحد. ليه بيزرعوا الارض اكتر من مره في العام الواحد؟ بهدف اشباع حاجه السكان المحليين من الغذاء. يعني كده نعرف ان الزراعه الكثيفه استهلاك محلي فقط. والزراعه دي عاده ما بتكون في الاماكن اللي فيها سكان كتير، في الاماكن او المناطق كثيفه السكان. يبقى الزراعه الكثيفه هي زراعه الارض اكتر من مره في العام الواحد بهدف اشباع حاجه السكان المحليين من الغذاء، بين قوسين استهلاك محلي فقط، وعادة بتكون موجودة في المناطق كثيفة السكان. طب احنا قلنا كل واحدة هنتكلم عن خصائصها واماكن انتشارها ومحاصيلها. نبدأ بخصائص الزراعة الكثيفة. اقول لك اول حاجة كده، الزراعة الكثيفة عايزة ايدي عاملة وفيرة، عايزة ايدي عاملة كتيرة، ناس كتير شغالين فيها. طب ليه يا سيدي؟ ده لانها بتخش في عمليات عديدة. يعني ايه بتخش في عمليات عديدة؟ يعني الارض فيها بيعملوا فيها بذر الحبوب، وبعدها الري، وبعدها تنقية الحشائش والحاجات دي. فدي عايزة ايدي عاملة كتير عشان تشتغل الحاجات دي. يبقى اول خاصية من خصائص الزراعة المتقدمة تتطلب ايدي عاملة وفيرة. طب ليه؟ بما تفسر عايزة ايدي عاملة وفيرة. ده لان بتتم من خلالها عمليات متعددة زي بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش. دي كلها عمليات بتتم ورا بعض وعايزة ايدي عاملة كتيرة تعمل العمليات دي. طب ايه تاني من خصائص الزراعة الكثيفة؟ اقول لك حاجة لسه قايلينها من خصائصها، بيتم زراعة الارض اكتر من مرة في العام الواحد باكتر من محصول لسد او اشباع ايه؟ لاشباع حاجه السكان المحليين من الغذاء اللي هو ايه؟ استهلاك محلي فقط زي ما قلنا. ومن خصائص الزراعه الكثيفه دي برضو صغر مساحه الحقول الزراعيه، ده اللي بيؤدي لصعوبه استخدام الالات والماكينات الزراعيه. من خصائص الزراعه الكثيفه ان الاراضي صغيره، والاراضي الصغيره صعب ان انت تستخدم فيها الات او ماكينات زراعيه. طب اماكن انتشار الزراعه الكثيفه جايب لك في الكتاب انها منتشره في المناطق الحاره والمعتدله بس. شكرا، مش عايز اكتر من كده. اماكن انتشار الزراعه الكثيفه الاماكن الحاره والمعتدله. طب اهم محاصيلها 3: القمح، الارز، القطن. يبقى اهم محاصيل الزراعه الكثيفه القمح، الارز، القطن. طب نشوف بقى النوع الثاني من الزراعه المتقدمه اللي هو ايه؟ الزراعه التجاريه والعلميه. الزراعه التجاريه والعلميه ليها اسم برضو، بتعرف بالزراعه الواسعه. الزراعه الواسعه دي اللي بتهدف لانتاج تجاري ضخم، من اسمها كده زراعه تجاريه. يبقى عايزه ايه؟ تهدف لايه؟ تهدف لانتاج تجاري ضخم. طب زي اخواتها خصائصها ايه الزراعه التجاريه دي؟ اقول لك اول حاجه انها بتتم في مزارع واسعه. احنا لسه قايلين تعرف بالزراعه الواسعه، بتتم في مزارع واسعه في مساحات كبيره قوي. اكيد مساحات محدوده ليها حد بس هي برضو كبيره قوي. ثاني حاجه بيستخدم فيها احدث الالات الزراعيه والطرق العلميه، وده بيترتب عليه قله التكاليف وكمان قله العماله. مش محتاجين عماله كتيره زي الزراعه الكثيفه، لا دي الزراعه التجاريه لا احنا بنستخدم الات وطرق علميه حديثه. ده بيترتب عليه ان التكاليف بتقل وكمان مش محتاجين عماله كتير. طب اماكن انتشارها بقى، اماكن انتشار ايه اللي احنا بنقول عليه؟ اماكن انتشار الزراعه التجاريه والعلميه. اماكن انتشارها اقول لك موجوده في جنوب شرق اسيا حيث مزارع المطاط والشاي، وكمان موجوده في امريكا الشماليه وخاصه الولايات المتحده الامريكيه حيث مناطق زراعه القمح والقطن، وكمان موجوده في اوروبا بيتزرع فيها القمح. طب اهم محاصيلها انت خلاص المفروض اهم محاصيلها عرفتها من اماكن انتشارها. بقول لك جنوب شرق اسيا مطاط وشاي، امريكا الشماليه خاصه الولايات المتحده الامريكيه قمح وقطن، اوروبا قمح. يبقى اهم محاصيلها ايه؟ مطاط، قمح، القطن، الشاي. دي اهم محاصيل ايه؟ اهم محاصيل الزراعه التجاريه والعلميه. طب اتكلمنا بقى وعرفنا عن اهميه النشاط الزراعي وكمان المناطق الزراعيه الاساسيه في العالم، واللي قسمناها لنوعين: زراعه بسيطه وزراعه متقدمه. طب نتكلم بقى على الموارد الزراعيه الرئيسيه في العالم، واللي بتنقسم ل3 حاجات. عندنا محاصيل غذائيه، محاصيل الالياف، محاصيل ذات طبيعه خاصه. اول واحده معانا محاصيل الغذائيه، وبتنقسم ل2: تنقسم للحبوب غذائيه ومحاصيل سكريه. ونبدا باول حاجه اللي هي المحاصيل الغذائيه. المحاصيل الغذائيه قلنا بتنقسم ايه؟ ل2: حبوب غذائيه ومحاصيل سكريه. نبدا بالحبوب الغذائيه. في الكتاب جايب لك امثله على الحبوب الغذائيه زي القمح والذره والرز. بيتكلم لك في التفصيل عن القمح والذره. نتكلم عن القمح والذره بقى ايه من حيث الاهميه واهم القارات والدول المنتجه. نتكلم الاول عن القمح. اهميه القمح ايه؟ والله اهميه القمح، احنا دوله زي مصر ما نقدرش نعيش من غير القمح، العيش اللي بناكله كل يوم، ومعظم دول العالم كده. اهميه القمح بيعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم حيث يصنع منه ايه؟ الخبز والمكرونه والحلويات. طب الناحيه الثانيه اهميه الذره، والله أهمية الذرة هو بيستخدم غذاء للإنسان في بعض المناطق ولكن الأغلبية علف للحيوانات. طب أهم القارات والدول المنتجة للقمح وللذرة. نتكلم عن القمح. أهم القارات والدول المنتجة للقمح، والله هو القمح بينتج في معظم قارات العالم، وتعد قارة آسيا أولى قارات العالم إنتاجا للقمح، وأهم دولها الصين اللي تعد أولى دول العالم إنتاجا. بيجي بعدها على طول الهند اللي واخدة المركز الثاني في الإنتاج. يبقى أولى قارات العالم إنتاجا للقمح آسيا،
اولى دول العالم انتاجا للقمح الصين، بيجي بعدها الهند. وانا لو ما قلتلكش اسيا كده، قلت لك اولى دول العالم انتاجا للقمح الصين، والتاني دول العالم انتاجا للقمح الهند، يبقى طبيعي اولى قارات العالم انتاجا للقمح ايه؟ طبيعي اكيد ايه؟ اكيد اسيا. طب الذره بينتج في معظم قارات العالم برضه، وتعد قاره امريكا الشماليه اولى قارات العالم انتاجا للذره، وبتستخدم معظم الانتاج ده كعلف للماشيه، والباقي بتصدره للخارج. كده اتكلمنا عن المحاصيل الغذائيه اللي في منها قمح وذره ورز، واتكلمنا بالتفصيل عن القمح والذره. طب نتكلم عن المحاصيل السكريه اللي بينقسموا لحاجتين، قصب السكر وبنجر السكر، وهنتكلم طبعا كل واحد فيهم عن اهميته واهم القارات والدول المنتجه. نبدا الاول بقصب السكر. قصب السكر اهميته ايه؟ والله قصب السكر ده المحصول الاول والرئيسي لانتاج السكر في العالم. طب بنجر السكر قصب السكر المحصول الاول الرئيسي، يبقى بنجر السكر المحصول الثاني لانتاج السكر في العالم. طب اهم القارات والدول المنتجه لقصب السكر وبنجر السكر. نبدا بقصب السكر. اهم الدول المنتجه لقصب السكر، والله قصب السكر بيزرع في المناطق المداريه الحاره، لانه بيحتاج لدرجه حراره مرتفعه وكميه ميه كتير، عشان كده بيزرع في كل قارات العالم ما عدا قاره واحده، هي قاره اوروبا، وده لوقوع قاره اوروبا في المنطقه المعتدله. طب الدوله اللي واخده رقم 1 في انتاج السكر، والله الدوله التوب يعني في انتاج السكر هي البرازيل. يبقى البرازيل اولى دول العالم انتاجا للسكر. طب في بنجر السكر بقى، والله بنجر السكر بتتركز زراعته في اوروبا، ومن اهم الدول في اوروبا فرنسا، وكمان بيتزرع في امريكا الشماليه، ومن اهم دول امريكا الشماليه الولايات المتحده الامريكيه، وده بيتزرع هنا وهنا بسبب ملائمه ظروف المناخ وكمان ملائمه التربه الزراعيه. وفي افريقيا بيتزرع في افريقيا، واكبر الدول المنتجه في قاره افريقيا لبنجر السكر هي مصر. طب بنتكلم على انتاج السكر عموما. انتاج السكر عموما اولى الدول انتاجا للسكر هي البرازيل زي ما قلنا، بيجي بعدها الهند، بيجي بعدها الصين. يبقى رقم 1 البرازيل، رقم 2 الهند، رقم 3 الصين. طب في قصب السكر قلنا ان في قاره مش عارفه تزرع قصب السكر، وده لان الظروف زراعته او الظروف المناخيه مش ملائمه، وهي قاره ايه؟ قاره اوروبا. قلنا ليه؟ لانها بتقع في المنطقه المعتدله، وقصب السكر بيحتاج لدرجه حراره مرتفعه وكميه مياه وفيره، فعشان كده اوروبا مش عارفه تزرع قصب السكر. طب يجي لك سؤال، اختر القاره التي تعوض خلوها من زراعه قصب السكر بزراعه البنجر، هي ايه؟ والله قاره مش عارفه تزرع قصب السكر عشان ظروف مناخها مش ملائمه لظروف مناخ زراعه قصب السكر، وقلنا عليها قاره ايه؟ قاره اوروبا لوقوعها في المنطقه المعتدله، بس بتزرع بنجر السكر بسبب ملائمه ظروف المناخ. يبقى اجابه السؤال ده تبقى ايه؟ القاره التي تعوض خلوها من زراعه قصب السكر بزراعه بنجر السكر هي قاره اوروبا. طب نتنقل على تاني حاجه من الموارد الزراعيه الرئيسيه في العالم، هي محاصيل الالياف، واللي بتنقسم لقطن وكتان وجوت. هنتكلم بالتفصيل عن القطن. لازم نكون عارفين ان القطن محصول مداري. طب عايزين نتكلم على اهميه القطن. والله القطن مهم، ده القطن بيخش في انتاج الخيوط دي اللي بتستخدم في صناعه اجود الانواع من المنسوجات والملابس، وكمان بيبقى مصدر لاستخراج زيت اسمه زيت بذره القطن، وكمان بيخش في صناعه الاعلاف. ده ايه؟ ده اهميه القطن. يبقى اهميه القطن انتاج الخيوط اللي بتستخدم في صناعه اجود انواع المنسوجات والملابس. رقم 2 بيعد مصدر لاستخراج زيت اسمه بذرة القطن، كمان بيخش في صناعة الأعلاف. طب أهم القارات والدول المنتجة، والله القارة الأولى في إنتاج القطن هي قارة آسيا. ده قارة آسيا بتنتج ثلثي الإنتاج العالمي من القطن، وأهم دولها اللي موجودين كل شوية نقولهم الصين والهند. طب تاني قارة هي قارة أمريكا الشمالية، هي تاني قارات العالم إنتاجا للقطن. تالت قارة هي أمريكا الجنوبية، تالت قارات العالم إنتاجا للقطن. أما بقى قارة أفريقيا فهي واخدة مركز رابع، هي رابع قارات العالم انتاجا للقطن، واهم دولها مصر والسودان. دايما كانوا بيقولوا زمان ان القطن اللي في مصر والسودان من اجود انواع القطن. طب ليه القطن في مصر والسودان من اجود انواع القطن؟ ده لانه معظمه من انواع القطن طويل التيله. يعني ايه طويل التيله؟ طويل التيله دي يعني بيتميز بالياف طويله، وبيتميز بنعومته الكبيره، نعومته الفائقه اللي بتاهله ان هو يستخدم في صناعه منسوجات عالميه لشركات عالميه. فعشان كده تلاقي دايما الدول باصه انها تجيب قطن من مصر والسودان، وده لان معظمه من انواع ايه؟ طويلة التيلة. ده كله بنتكلم في ايه؟ محاصيل الالياف، وادينا مثال عليها القطن والكتان والجوت، واتكلمنا بالتفصيل عن القطن. طب المحاصيل بقى ذات طبيعة خاصة، محاصيل ذات طبيعة خاصة زي المطاط الطبيعي والشاي والبن.
وهنتكلم بالتفصيل عن اتنين، عن المطاط الطبيعي والشاي. المطاط الطبيعي ازاي بنطلعه من الشجره؟ المطاط الطبيعي ده بيستخرج من عصاره اشجار استوائيه، يعني بيعصروا الشجر الاستوائي بينزل ماده بيضه كده، الماده البيضه دي بياخدوها ويعالجوها كيميائيا وتخش في صناعه المطاط. طب اهميه المطاط الطبيعي، والله اهميه المطاط الطبيعي زي ما قلنا في اول الدرس بيصنع منه اطارات السيارات وصناعات اخرى. طب قول لي بقى اهم القارات والدول المنتجه زي ما قلنا على اخواته اللي فاتوا. اهم القارات واهم الدول المنتجه للمطاط الطبيعي، نفس القاره هي التوب برضه في المطاط الطبيعي، وهي قاره اسيا. قاره اسيا هي القاره الاولى في انتاج المطاط الطبيعي ده، هي بتنتج معظم الانتاج العالمي اصلا. واهم دولها تايلاند، وتايلاند هي اولى دول العالم انتاجا للمطاط الطبيعي. وافريقيا واخده المركز الثاني في انتاج المطاط الطبيعي. ده بنتكلم على ايه؟ المطاط الطبيعي بنتكلم عن محاصيل ذات الطبيعه الخاصه. طب قلنا المطاط الطبيعي، طب تاني حاجه ايه؟ الشاي. والله الشاي بيقول لك موطنه الاصلي موجود في شرق اسيا، والشاي ليه ظروف معينه لزراعته. طب ايه الظروف دي؟ والله اقول لك الظروف دي، الشاي لازم يبقى محتاج عشان يتزرع بيبقى تمام كده، محتاج تربة خصبة خفيفة، ومحتاج مناخ حار، ومحتاج هواء رطب، ومطر غزير. الشروط دي موجودة في شرق آسيا اللي هو موطنه الأصلي. طب أهم الدول المنتجة ليه؟ أقول لك أهم الدول المنتجة ليه هي الصين. الصين هي أولى دول العالم إنتاجا للشاي. ده كله بنتكلم في إيه؟ في المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة. وقلنا المطاط الطبيعي والشاي والبن، واتكلمنا بالتفصيل عن المطاط الطبيعي والشاي. عندنا الدرس الثاني في الجغرافيا جاي بعنوان الرعي والثروه الحيوانيه والسمكيه في العالم. في الدرس بتاع النهارده لازم نعرف ان النشاط الرعوي اللي هو تربيه الحيوانات بيرتبط بمناطق الحشائش اللي موجوده في العالم. وعندنا الحشائش نوعين، في حشائش قصيره ودي بنسميها حشائش الستيبس، وفي حشائش طويله ودي بنسميها حشائش السافانا. دي حاجه في الاول كده تعرف ان النشاط الرعوي اللي هو تربيه الحيوانات بيبقى مرتبط بمناطق الحشائش اللي موجوده في العالم. والحشائش دي في منها حشائش قصيره اللي هي الستيبس، وحشائش طويله اللي هي السافانا. طب الرعي عندنا نوعين، في رعي اسمه رعي بدائي او تقليدي، وفي رعي اسمه الرعي تجاري. نبدا الاول بالرعي البدائي او التقليدي. بيقول لك بقى ان الرعي البدائي او التقليدي ده بيمارسه غالبا سكان المناطق الصحراويه. يعني الرعي البدائي او التقليدي ده بيمارس في المناطق الصحراويه على مساحات واسعه قارات العالم. زي ايه؟ والله زي في الصحاري الحاره في رعي بدائي، وفي الصحاري المعتدله في رعي بدائي، وفي الصحاري البارده اللي هي التندرا في رعي بدائي. طب رعي بدائي في الصحاري الحاره، والله في الصحاري الحاره في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام في اسيا، وموجود في شمال افريقيا اللي هي الصحراء الكبرى. طب الصحاري المعتدله، والله الصحاري المعتدله في دول وسط اسيا. طب صحاري التندرا البارده موجوده في اسيا واوروبا. في صحاري التندرا ده بيرعى حيوان، بيبقى موجود فيها حيوان اسمه حيوان الرنة. يبقى الرعي البدائي، قلنا الرعي البدائي ده بيمارسه غالبا سكان المناطق الصحراويه مساحات واسعه في قارات العالم. وقلنا ادينا امثله في الصحاري الحاره والمعتدله والتندرا اللي هي البارده. قلنا في الصحاري الحاره في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام باسيا، وموجود في شمال افريقيا. ده الصحاري الحاره. الصحاري المعتدله في دول وسط اسيا. صحاري التندرا البارده في اسيا واوروبا. خد عندي كمان دي من عندي شمال اسيا وشمال اوروبا. طب ده الرعي البدائي. في نوع تاني اللي هو الرعي التجاري. الرعي التجاري ده بقى ايه؟ قال لك الرعي التجاري ده بيعتمد على كل الاساليب العلميه الحديثه لانتاج اللحوم او الالبان، حيث ان هو بيرعى كل نوع من الحيوانات في مزارع خاصه، كل نوع من الحيوان في مزارع لوحده، ما بيحصلش اختلاط بالحيوانات مش زي الرعي البدائي. لا، ده كل نوع من الحيوانات مزرعه لوحده ويستخدموا عليه اساليب علميه وحديثه. بيقول لك ان الرعي التجاري ده بيمارس في مناطق حشائش السافانا والستيبس بقارات العالم. وموجود فين؟ موجود في الولايات المتحده الامريكيه، امريكا الشماليه، في مناطق حشائش القصيره اللي هي ايه؟ الستيبس. وليها اسم تاني بتعرف باسم البراري. وموجود برضو في امريكا الجنوبيه في الارجنتين، وموجود في استراليا. يبقى الرعي التجاري، والله الرعي التجاري ده هو ده الرعي اللي بيعتمد على كل الاساليب العلميه الحديثه لانتاج بقى سواء اللحوم او الالبان، وبنرعى فيه كل نوع من الحيوان لوحده في مزارع خاصه لوحده، مفيش اختلاط الحيوانات اخرى. وبيقول لك ان الرعي التجاري ده بيمارس في مناطق حشائش الستيبس والسافانا في قارات العالم. وادينا امثله، قلنا والله موجود في الولايات المتحده الامريكيه في امريكا الشماليه في مناطق حشائش القصيره اللي هي الستيبس، وتعرف ايضا بالبراري. وموجود في الارجنتين في امريكا الجنوبيه، وموجود كمان في استراليا. بس بقى مع مرور الوقت بدا قائمين او اللي شغالين في حرفه الرعي البدائي ده يقلوا في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام. طب ليه يا سيدي بيقلوا بسبب توطين البدو لتدفق البترول. يعني ايه؟ يعني دلوقتي البدو بدأوا يتوطنوا ولقوا بترول، فده غناهم عن الرعي.
مثال، انت دلوقتي دول الخليج من 100 سنه، شوف دول الخليج كنت تلاقي كام خيمه وكم واحد معاه كام جمل وخلاص. ده مثال بعيد يعني عن المنهج، حاجه كده عشان تفهم. دلوقتي شوف دول الخليج عامله ازاي، شوف الابراج، وشوف برج خليفه اللي في الامارات، وقطر اللي نظمت كاس العالم والحاجات دي. هم لقوا حاجه غنتهم عن كل اللي كانوا بيعملوه قديم بقى، لقوا البترول فغناهم عن الرعي اللي هم كانوا شغالين بيه، الرعي البدائي ده. يبقى كل عدد القائمين في حرفه الرعي البدائي في شبه الجزيره العربيه وبلدية الشام ليه؟ بما تفسر ترد وتقول بسبب توطين البدو لتدفق البترول. وبرضه مع مرور الوقت عدد اللي شغالين في الرعي البدائي يقل في دول وسط اسيا. طب ليه هنا كمان قالوا؟ اقول لك قالوا بسبب انتشار التعليم بين الناس، بين القبائل. الناس اتعلموا وبداوا يتجهوا لحرف تانية يغيروا نشاطاتهم. بدأ الناس تتجه للعمل بالصناعة او الزراعة او الخدمات وتركوا حرفة الرعي. يبقى بما تفسر قلة عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في دول وسط اسيا بسبب انتشار التعليم بين القبائل وتغير نشاطهم للعمل بالصناعة او الزراعة او الخدمات. طب هنتكلم بقى عن الموارد الحيوانيه في العالم. والموارد الحيوانيه في العالم اللي هم حيوانات، دواجن، اسماك. ونبدا باول حاجه هي الثروه الحيوانيه. حيوانات، بيقول لك بقى ان الثروه الحيوانيه دي هي المصدر الرئيسي لانتاج اللحوم والالبان، وبرضه جنبهم الجلود والصوف. ده الطبيعي، وانت اللحوم جايه منين والالبان جايه منين؟ ما هي الثروه الحيوانيه هي المصدر الرئيسي لانتاج ده كله، سواء لحوم، البان، جلود، صوف. طب ادينا بقى امثله. والله هكلمك على حاجتين من اهم انواع الثروه الحيوانيه اللي هم ايه؟ الابقار والاغنام. نتكلم الاول على الابقار. الابقار، اهميه الابقار. والله الابقار ده مصدر رئيسي لانتاج اللحوم الحمراء لغالبيه سكان العالم، لمعظم سكان العالم، وده كمان بتخش بنسبة كبيرة في التجارة الدولية. يبقى الأبقار والله ده المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم الحمراء لمعظم أو غالبية سكان العالم، وكمان بتخش بنسبة كبيرة في التجارة الدولية. طب أهم القارات والدول المنتجة، والله أولى القارات إنتاجا للأبقار هي قارة آسيا، ومن أهم دولها الهند. يجي بعدها على طول في القارات قارة أمريكا الجنوبية. بقول لك قارات، قارة آسيا، تاني القارات إنتاجا أو عندهم أبقار أمريكا الجنوبية. طب نتكلم عن الأغنام. والله الأغنام الناس بتربيها عشان لحومها وأصوافها، وبيقول لك كمان إنها بترتبط تربيتها بمناطق الرعي التجاري الواسع. يبقى الأغنام، والله الأغنام تربى من أجل لحومها وأصوافها، وترتبط تربيتها بمناطق الرعي التجاري الواسع. طب نتكلم على أولى الدول المنتجة. والله أولى الدول اللي فيها أغنام هي الصين، بيجي بعدها في الترتيب الهند، بعدها على طول استراليا. ليه الدول دي فيها اغنام كتيره؟ اقول لك بسبب توفر الحشائش، عندهم حشائش موفره ان يبقى فيه اغنام كتيره. يبقى اولى الدول الصين، بعدها الهند، بعدها استراليا. وفي طبعا حيوانات تانية في الثروة الحيوانية زي الجاموس والإبل والماعز والخنازير، بس اتكلمنا بالتفصيل عن الابقار والاغنام. طب عايزين نتكلم بقى عن الانتاج الحيواني، المنتجات الحيوانيه، الحاجات اللي احنا بنطلعها بقى من الحيوانات، الحاجات اللي احنا بنطلعها سواء من الابقار او الاغنام او كده. نتكلم على اول حاجه هي الرئيسيه، اللحوم الحمراء واهميه اللحوم الحمراء. والله اللحوم الحمراء دي المنتج الحيواني الرئيسي. والله اي حاجه سواء جاموس، بقر، ابل، انت بتذبح اول حاجه بص عليها ايه؟ اللحمه بتاعتها. يبقى اللحوم الحمراء هي المنتج الحيواني الرئيسي. طب اهم الدول بقى المنتجه للحوم الحمراء، والله اولى الدول منتجه للحوم الحمراء في العالم هي الصين، وبيقول لك ان معظم انتاج الصين من لحوم الخنازير. بقول الدول الصين، بيجي بعدها على طول رقم 2 الولايات المتحده الامريكيه. يبقى اهم الدول المنتجه للحمه الحمراء رقم 1 الصين، واللي عرفنا ان معظم انتاجها من الخنازير. رقم 2 الولايات المتحده الامريكيه. طب تاني حاجه في المنتجات الحيوانيه هي الالبان، وكنا قلنا اللحوم الحمراء هي المنتج الحيواني الرئيسي، يبقى الالبان هي تاني منتج حيواني رئيسي بعد طبعا اللحوم الحمراء. طب اهم الدول المنتجه للالبان، والله اهم الدول المنتجه للالبان رقم 1 الهند، بيجي بعدها نفس رقم 2 في اللحوم الحمراء الولايات المتحده الامريكيه. ثالث حاجه في المنتجات الحيوانيه هي الاصواف. والله وصوف الغنم اهميته، والله وصوف الغنم ده هو ماده خام لصناعه نسيج الصوف، مش محتاجه. طب اهم الدول المنتجه، اهم الدول المنتجه استراليا. تيجي تقول لي يا مستر هي مش اهم الدول اللي اكتر الدول اللي عندها اغنام الصين؟ مش المفروض تبقى هي اهم الدول المنتجه واولى الدول المنتجه؟ اقول لك لا، استراليا عندها اغنام اسمها اغنام المارينو. الاغنام دي مشهوره بغزاره الصوف بتاعها، عندها صوف كتير، فده اللي بيخلي استراليا رقم 1 في انتاج الاصواف. يبقى الاصواف رقم 1 استراليا، رقم 2 الصين. وفي حاجات طبعا منتجات حيوانيه برضو زي الجلود.
ده كله بنتكلم ايه في المنتجات الحيوانيه، وقلنا اللحوم الحمراء. وهنعرف ان اللحوم الحمراء بيدخل حوالي 8% من الانتاج العالمي من اللحوم الحمراء في التجاره الدوليه، ومع الوقت بيزيد معدل الاستهلاك العالمي للحوم الحمراء. ترد تقول لي طب ليه يا مستر بيزيد؟ اقول لك بحاجه بسيطه، بسبب ارتفاع مستوى المعيشه في كتير من الدول. ازاي؟ اديك مثال. انت عندك دوله فيها مثلا 50 مليون فرد، 10 مليون فرد بياكلوا لحم، فهم بيقول لك احنا عايزين نوفر 100,000 راس جاموس مثلا. بعدها بسنه ال10 مليون لا، في ناس ارتفع مستوى معيشتهم، بدل ال10 مليون بقوا 15 مليون عايزين ياكلوا لحم، او بقى مستوى معيشتهم يسمح لهم ان هم ياكلوا لحم كتير. فال15 مليون فهم هل هيذبحوا نفس ال100,000 راس اللي هم بيعملوها كل مره؟ لا، يبقوا عايزين يزودوا عشان الزياده اللي حصلت بسبب ارتفاع مستوى معيشه بعض الناس. هي كده، يبقى زاد المعدل الاستهلاكي العالمي للحوم الحمراء بما تفسر بسبب ارتفاع مستوى المعيشه في كثير من دول العالم. وهنعرف ان مصر بتنتج حوالي 6 مليون طن سنويا من الالبان، ولكن برغم الانتاج ده كله ما بيكفيش سكان مصر. ليه ما بيكفيش؟ والله ما بيكفيش بسبب الزياده السكانيه. كل ما السكان عددهم بيزيد معاهم الاستهلاك. يبقى مصر بتنتج حوالي 6 مليون طن سنويا من الألبان، ولكن إنتاجها لا يكفي السكان. ليه؟ بما تفسر بسبب زيادة السكان وزيادة الاستهلاك. طب تاني حاجة نتكلم عليها وهي الدواجن. والله الدواجن دي أهميتها، والله الدواجن غلبانة، بتساهم باللي تقدر عليه منتجاتها سواء من لحوم أو بيض، بأنها تسد حاجة سكان العالم طبعا من الغذاء. طب أهم الدول المنتجة، والله أهم الدول المنتجة للدواجن، الدولة رقم 1 إنتاجا للدواجن هي الولايات المتحدة الأمريكية، بيجي بعدها على طول رقم 2 الصين. يبقى أهم الدول المنتجة رقم 1 الولايات المتحدة الأمريكية، رقم 2 الصين. دي إيه؟ دي الدواجن. طب نخش بعد كده على الأسماك. ده الأسماك بتعتبر غذاء رئيسي لعدد كبير من السكان، خصوصا سكان المناطق الساحلية، سكان المناطق اللي موجودين في المناطق الساحلية اللي موجودة على البحار أو المحيطات. هديك مثال، اسكندرية. تيجي تروح اسكندرية تلاقي كل عمال يقول لك عايز تاكل سمك بقى يبقى اسكندرية. تروح اسكندرية ما تلاقيش حد بيقول لك عايز تاكل لحمة تروح تاكل، لا، بيقول لك عايز تاكل أكلة سمك 100 روح مش عارف فين في اسكندرية، ده بيعمل أكل السمك في اسكندرية. تلاقي اسكندرية مشهورة بالسمك. ليه؟ دولة ساحلية بتطل على البحر على طول، عشان كده السمك بيعتبر غذاء رئيسي لكتير من سكان العالم، خصوصا اللي عايشين على المناطق الساحلية، المناطق اللي بتطل على البحار أو المحيطات. ومع مرور الوقت حرفة الصيد تطورت، وكمان تطور معاها تربية الأسماك. طب ليه بقى؟ ايه العوامل اللي ساعدت على تطور حرفة الصيد وتربية الأسماك؟ والله احنا بنقسمهم عوامل طبيعية وعوامل بشرية. نبدأ بالعوامل الطبيعية. أول حاجة في العوامل الطبيعية بيقول لك ضحالة المياه الساحلية. ضحالة دي يعني عميقة؟ لا، العكس، ضحالة دي يعني غير عميقة، مش عميقة قوي. يبقى أول حاجة ضحالة المياه الساحلية وغناها بالموارد، يعني المية مش عميقة ومليانة مواد غذائية. رقم 2 التقاء التيارات البحرية الدافئة مع البرد. تقول لي ده طب ده يعني ايه؟ اقول لك التقاء التيارات البحرية الدافئة مع البردة ده بيحرك الغذاء السمكي من القاع لحد السطح، فالأسماك بتتجمع في السطح عشان تتغذى عليه، فده بيساعد على الصيد ان هم يصطادوا السمك ده او ياخدوه يربوه. يبقى ده تاني عامل طبيعي، التقاء التيارات البحريه الدافئه مع البرد. رقم 3 من العوامل الطبيعيه هي توفر الموانئ لرسم سفن الصيد. يبقى في موانئ طبيعيه كتير ان السفن الصيد دي ترسو فيها، تقف فيها يعني. ده كله بنتكلم في ايه؟ ده كله بنتكلم في العوامل اللي ساعدت على تطور حرفه الصيد. وقلنا في عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. دلوقتي اتكلمنا عن العوامل الطبيعيه. طب ايه بقى يا سيدي العوامل البشريه؟ اقول لك العوامل البشريه رقم 1 توفر الخبرات الفنيه والعلميه، سواء بقى صناعه المراكب او ادوات الصيد او الثلاجات. يبقى عندنا ناس عندهم الخبره، يبقى في ناس فاهمين، في ناس يقدروا يصنعوا مراكب وادوات صيد. فتوفر الخبرات الفنيه والعلميه بيساعد على تطور حرفه الصيد وتربيه الاسماك. رقم 2 التوسع في تربيه الاسماك على اسس علميه حديثه. دي ايه؟ دي العوامل البشريه. يبقى العوامل اللي تساعد على تطور حرفه الصيد وتربيه الاسماك عرفنا فيها عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. ومع توفر العوامل الطبيعيه والبشريه دي طورت حرفه الصيد مصايد اسماك منتشره على سواحل قارات كتير. زي ايه؟ والله زي سواحل شمال غرب اوروبا، وعندك سواحل امريكا الشماليه وسواحل امريكا الجنوبيه وسواحل شرق وجنوب شرق اسيا. طب مصادر الانتاج العالمي بقى من الاسماك. مصادر الانتاج العالمي لازم تكون عارف ان نص الانتاج العالمي من الاسماك بيجي من الميه المالحه.
من البحار والمحيطات. يبقى نص الانتاج العالمي للاسماك من المياه المالحه اللي هي البحار والمحيطات، وثلث الانتاج العالمي، تلت الانتاج العالمي بيجي من مزارع تربيه السمك اللي موجوده في دول كتير. اما بقى باقي الانتاج، فباقي الانتاج يا سيدي بيجي من اسماك المياه العذبه، اسماك الانهار والبحيرات العذبه. طب اهم الدول المنتجه، اهم الدول المنتجه للاسماك، الدوله رقم 1 في انتاج الاسماك هي الصين، حيث ان الصين بتنتج اكتر من تلت الانتاج العالمي. تقول لي ليه؟ اقول لك لان الصين متوفر فيها مصائد كتير موجودة على المحيط الهادي وعلى الأنهار والبحيرات، وكمان فيها مزارع تربية سمك كتير. يبقى أولى الدول إنتاجا للأسماك، والله أولى الدول إنتاجا للأسماك للصين، وبتنتج أكتر من تلت الإنتاج العالمي. طب ليه؟ بما تفسر، والله بسبب توافر مصائدها على المحيط الهادي والأنهار والبحيرات. 2 مزارع تربية الأسماك. تالت دول بقى في إنتاج السمك هي دولة أندونيسيا. تالت دولة الولايات المتحدة الأمريكية، يبقى الصين 1، أندونيسيا 2، الولايات المتحدة الأمريكية 3. وهنلاقي ان اندونيسيا والولايات المتحدة بيجوا بعد الصين، وده بيرجع لطول السواحل على البحار والمحيطات، وكمان تقدم وسائل الصيد عندهم. طب في دول مشهورة بقى بتصدير الاسماك، ايه الدول دي؟ ده والله من اهم الدول مصدرة للاسماك الصين، النرويج وتايلاند. ايه؟ الصين، النرويج وتايلاند. ده كمان في انواع تانية من الاحياء البحريه جنب السمك بتخش كغذاء للانسان. زي ايه يا مستر؟ ادينا مثال. اقول لك والله زي القشريات مثلا الجمبري، وفي الرخويات زي الصبيط، وفي الحيتان. الحيتان دي بتعيش في المحيطات وبيتم صيدها عن طريق مراكب صيد كبير للاستفاده من لحومها وشحومها. في درس النهارده في النشاط التعديني في العالم، اكيد طبعا المعادن ومصادر الطاقه منتشرة في معظم دول العالم، سواء دول العالم النامية أو دول العالم المتقدمة، ولكن هنلاقي إن دول العالم المتقدمة هي اللي بتسيطر على عمليات التعدين، وكمان بتسيطر على مصادر الطاقة اللي موجودة في العالم. طب عايزين نعرف بقى يعني إيه نشاط تعديني؟ قالك النشاط التعديني هو عملية استخراج إيه؟ المعادن ومصادر الطاقة من فحم وبترول وغاز طبيعي من باطن القشرة الأرضية. يعني إيه النشاط التعديني؟ يعني بيخرجوا إيه؟ المعادن ومصادر الطاقة اللي زي إيه؟ زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي من باطن القشرة الأرضية، من تحت الأرض أو بالقرب من السطح. وهتلاقي في عمليات بتسبق التعدين. طب ايه بقى العمليات اللي بتسبق التعدين؟ اول حاجه هي عمليه البحث والكشف عن الخامات، يدوروا عن الخامات اللي هم عايزينها. طب دوروا خلاص ولقوا الخامات اللي هم عايزينها، يعملوا ايه؟ يبداوا يعملوا اعداد المنجم لعمليه التعدين. زي ايه؟ زي انهم يعملوا ايه؟ مد الخطوط الحديديه او الطرق، وانشاء كمان مساكن العاملين دول اللي هيشتغلوا في المنجم عشان يطلعوا الخامات دي. وبعد كده بتتم بقى مرحله الاستخراج، وبعدها الانتاج والنقل والتوزيع. دي كلها ايه؟ دي المراحل اللي احنا بنقولها. طبعا عايزين نتكلم بقى عن الموارد المعدنيه. عايزين نعرف ان القشره الارضيه فيها العديد من المعادن، اعداد كبيره قد تصل لحد 2000 معدن، بس اللي اتعرفوا على المستوى التجاري والصناعي هم 200 معدن بس. وهنلاقي ان الدول المتقدمه بتستهلك نحو 85% من معادن العالم، رغم ان فيها بس خمس سكان العالم. فهي بتستهلك ليه العدد الكبير ده؟ بتستهلك العدد الكبير ده عشان متوفر عندها الصناعات المختلفه اللي بتقوم على المعادن دي. طب عايزين بقى نتكلم شويه عن اهم المعادن في العالم. خد عندك يا سيدي، عندك الحديد، النحاس، البوكسايت، المنجنيز، الفوسفات، الذهب، اليورانيوم. في درس بقى النهارده نتكلم بالتفصيل عن الحديد والنحاس والبوكسايت. ونبدا بالحديد. الحديد الانسان عرفه وعرف استخدامه منذ آلاف السنين، من زمان قوي، والحديد ده بيعتبر من اهم المعادن المستخدمه في العديد من الصناعات. طب زي ايه يا مستر؟ اقول لك زي صناعه الحديد والصلب. طب نتكلم بقى عن اهم الدول المنتجه. منجم معدن الحديد موجود بالتالي في جميع قارات العالم، ولكن الدوله رقم 1 في انتاج الحديد هي الصين. يجي بعدها رقم 2 استراليا. يبقى اولى الدول انتاجا للحديد الصين، رقم 2 استراليا. وهنلاقي ان 30% من الانتاج العالمي للحديد بيخش في التجاره الدوليه. طب ليه بيخش في التجاره الدوليه؟ لان عندنا دول ناميه ما عندهاش المصانع اللي هتقدر تستفيد بخام الحديد ده، فبتعمل ايه؟ تقوم مصدراه للدول المتقدمه. وعلى سبيل المثال دوله زي موريتانيا بتصدر الحديد الخام بتاعها للدول الصناعيه المتقدمه زي اليابان وبريطانيا. طب تاني حاجه معانا وهي النحاس. طب ايه اهميه النحاس ده؟ والله اهميه النحاس ده بيخش في صناعات كتير. طب زي ايه؟ زي صناعه الاسلاك مثلا والادوات الكهربائيه. طب اهم الدول المنتجه في النحاس. اهم الدول المنتجه في النحاس رقم 1 شيلي. دولة ايه؟ شيلي. طب الدولة دي موجودة فين؟ اقول لك الدولة دي موجودة في امريكا الجنوبية. رقم 2 الصين، ودي مش محتاجة، الصين في اسيا، وهي ايه؟ هي تاني الدول انتاجا للنحاس. يبقى اهم الدول المنتجة للنحاس رقم 1 شيلي موجودة في امريكا الجنوبية، رقم 2 الصين في اسيا، وهي دي تاني الدول انتاجا للنحاس. طب تالت حاجة معانا
وهي البوكسايت. في ناس كتير يقولوا لي ايه البوكسايت ده، ما يعرفوش يعني ايه البوكسايت او ما سمعوش عن البوكسايت، ولكن سمعوا عن الالومنيوم. اهو البوكسايت ده بقى هو خام الالومنيوم. يبقى اهميه البوكسايت هو الخام الرئيسي لمعدن الالومنيوم. طب ايه اهم الدول المنتجه ليه يا مستر؟ اقول لك اهم الدول المنتجه ليه هي استراليا، هي اولى الدول المنتجه للبوكسايت. طب واحنا بنحول البوكسايت للالومنيوم يا مستر؟ ايوه، ولازم يكون عندك مقاومات معينه عشان تقدر تحول البوكسايت للالومنيوم. تحويل البوكسايت للالومنيوم بيتطلب توافر مقاومات تتمثل في ايه؟ قال لك تتمثل رقم 1 يكون عندك طاقه كهربائيه، رقم 2 يكون عندك خبره علميه وفنيه متطوره انها تقدر تحول البوكسايت ده للالومنيوم، رقم 3 يكون عندك اسواق محليه وخارجيه تقدر تستوعب الانتاج اللي انت هتعمله ده وتبيعه. وطبعا المقاومات دي مش موجوده في الدول الناميه، فتقوم الدول الناميه عامله ايه؟ تقوم الدول الناميه مصدره البوكسايت للدول المتقدمه، فالدول المتقدمه تصنع ايه بالظبط كده؟ تصنع الالومنيوم. طب اهم الدول بقى المصنعه للالومنيوم، اوعى تتلخبط، اهم الدول المنتجه للبوكسايت هي استراليا، انما دلوقتي هنتكلم عن اهم الدول المصنعه للالومنيوم. الدوله رقم 1 في تصنيع الالومنيوم هي الولايات المتحده الامريكيه، بالرغم ان انتاجها منه قليل، انتاجها من البوكسايت اصلا قليل، ولكنها بتعمل ايه؟ بتجيبه من الخارج وفي المصانع بتاعتها بتصنع الالومنيوم. بيجي بعد الولايات المتحده الامريكيه كندا واستراليا واليابان، دي اهم الدول المصنعه لايه؟ اهم الدول المصنعه للالومنيوم. رقم 1 الولايات المتحده الامريكيه، بيجي بعدها كندا واستراليا واليابان. ده كله بنتكلم في ايه؟ ده كله بنتكلم في الموارد المعدنيه، وقلنا عن اهم المعادن في العالم. تاني حاجة بقى معانا وهي مصادر الطاقة، بين قوسين كده القوى المحركة. حاسس الناس كتير بيتفرجوا على الفيديو وما عملوش اشتراك في القناة، يا ريت تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وانت بتعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس عشان اي فيديو ينزل لنا يوصل لك على طول، عشان تكون بتابع معانا اول باول. طب نتكلم بقى عن مصادر الطاقة في العالم وندي انواع عليها. خد بقى عندك يا سيدي مصادر الطاقة في العالم زي ايه؟ زي الفحم، البترول والغاز الطبيعي. والثلاثه اللي انا قلتهم دول، الفحم والبترول والغاز الطبيعي، الثلاثه دول بيتم استخراجهم من باطن القشره الارضيه، يعني طاقه ايه؟ طاقه حفريه. طب الباقي عندك الطاقه النوويه، طاقه الرياح، طاقه الامواج وحركه المد والجزر، طاقه الشمسيه. وكل واحده من دول هنعرفها بالتفصيل. ونبدا باول واحد معانا وهو الفحم. لو محدش عارف الفحم ده كان بيبقى عباره عن ايه؟ الفحم ده هو عباره عن بقايا اشجار او شجيرات نشفت وانطمرت، يعني نزلت تحت الارض منذ ملايين السنين، من مده كبيره قوي، ونزلت تحت التكوينات الصخريه دي، ونتيجه الحراره والضغط اتحولت بعد كده لماده كربونيه سوداء واللي هي الفحم الحجري. طب نتكلم بقى على اهميه الفحم، اللي هو ايه؟ استخدامات الفحم. ايه استخدامات الفحم؟ والله الفحم ده بيستخدم في توليد الكهرباء، ده كمان مصدر رئيسي في الصناعه بالدول الصناعيه الكبرى. بيقول لك ان الفحم ده هو كان اساس الثوره الصناعيه في اوروبا اللي كانت في اواخر القرن ال18، وهو المصدر الاول والرئيسي في الطاقه المستخدمه في العالم لحد اوائل القرن ال20. ده كله بنتكلم على ايه؟ ده كله بنتكلم على الفحم واهميه الفحم واستخدامات الفحم. طب اهم القارات بقى والدول المنتجه، والله الفحم موجود في جميع قارات العالم، ومن اهمها قاره اسيا. وهنلاقي ان قاره اسيا واوروبا الاثنين بينتجوا 3/4 الانتاج العالمي من الفحم. يبقى قاره اسيا واوروبا بينتجوا 3/4 الانتاج العالمي من الفحم. طب نتكلم الاول عن قاره اسيا، واللي اهم دولها هي الصين، والصين اولى دول العالم انتاجا للفحم. من اهم الدول برضه في قاره اسيا الهند، والهند هي ثالث دول العالم انتاجا للفحم. وطبعا لسه قايلين اسيا واوروبا بينتجوا 3/4 الانتاج العالمي. طب الفحم موجود في امريكا الشماليه؟ موجود في امريكا الشماليه، وموجود في الولايات المتحده الامريكيه. ده الولايات المتحده الامريكيه هي ثاني دول العالم انتاجا للفحم. يبقى عايزين نرتب دول العالم كده انتاجا للفحم. اولى دول العالم انتاجا للفحم الصين، بيجي بعدها رقم 2 الولايات المتحده الامريكيه، رقم 3 الهند. وما تنساش اسيا واوروبا بينتجوا 3/4 الانتاج العالمي من الفحم. ده كله بنتكلم في ايه؟ ده كله بنتكلم في الفحم. طب نتنقل بعد كده للبترول. ايه اهميه البترول؟ والله البترول ده من اهم مصادر الطاقه في العالم. طب ليه يا سيدي من اهم مصادر الطاقه؟ لان البترول ده مرتبط بالتنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه وبالعلاقات السياسيه، فنلاقيه هو والغاز بيشكلوا حوالي 55% من الطاقه المستخدمه في العالم. طب اهم الدول المنتجه، اهم الدول المنتجه للبترول رقم 1 السعوديه، بيجي بعدها رقم 2 روسيا، رقم 3 الولايات المتحده الامريكيه. يبقى اهم الدول المنتجه للبترول رقم 1 السعوديه، 2 روسيا، 3 الولايات المتحده الامريكيه. ولكن مع الوقت بنلاقي الاقبال على البترول بيزيد، فمع الاقبال على البترول ده بيزيد معاه سعره، فنلاقي ايه؟ فنلاقي ان سعر البترول دايما في زياده مستمره. ثالث حاجه معانا
هي الغاز الطبيعي. طب ايه بقى يا سيدي اهميه الغاز الطبيعي؟ اهميه الغاز الطبيعي هنعرف ان الغاز الطبيعي بيمثل دلوقتي 25% من مصادر الوقود في العالم. ده كمان الغاز الطبيعي ده بنقول عليه ايه؟ اللي هو مصادر الطاقه الرخيصه اللي على قد الايد، اللي هي مصادر الطاقه سهله النقل، وكمان ما بتلوثش البيئه قد كده. فنلاقي ايه؟ فنلاقي ان العالم كله متوسع في استخدام الغاز ده كبديل لمصادر طاقه تانية. فنلاقي ان العالم كله بيستخدم الغاز ده ايه؟ بيستخدم الغاز ده في الصناعه على نطاقات واسعه، وكمان بيستخدموه في المنازل، وبيستخدموه في توليد الكهرباء، وكمان بيستخدموه في وقود للسيارات. بنلاقي دلوقتي سيارات طالعه سيارات غاز بدلا من بنزين عشان يحدوا من تلوث البيئه شويه، يقللوا من تلوث البيئه شويه. ده كله بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على اهميه الغاز الطبيعي. اهميه الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي بيمثل حوالي 25% من مصادر الوقود في العالم. ده الغاز الطبيعي كمان من مصادر الطاقه الرخيصه، وده كمان سهل النقل وما بيلوثش البيئه. عشان كده بنلاقي العالم كله بيتوسع في استخدامه كبديل لمصادر طاقه تانية. بيستخدموه في ايه؟ ده بيستخدموه في الصناعه، وبيستخدموه في المنازل، وفي توليد الطاقه الكهربائيه، وكل السيارات اللي هي السيارات الغاز. ده كله عشان يقللوا شويه من تلوث البيئه. طب اهم القارات المنتجه للغاز؟ اهم القارات المنتجه للغاز هي قاره اوروبا. قاره اوروبا لوحدها بتنتج تلت الانتاج العالمي من الغاز. طب اهم الدول المنتجه؟ والله من اهم الدول المنتجه هي الولايات المتحده الامريكيه. هنلاقي ان الغاز بينتج بكميات ضخمه في دول العالم، خاصه الدول اللي بتنتج بترول. طب من الدول المهمه اللي بتنتج بترول مين؟ هي الولايات المتحده الامريكيه. فنلاقي الولايات المتحده الامريكيه هي رقم 1 في انتاج الغاز الطبيعي. طب رابع حاجه معانا هي الطاقه النوويه. طب اهميتها؟ والله احنا بنتكلم دلوقتي الطاقه النوويه، هنتكلم ناحيه سلميه. والله الطاقه النوويه بيتم انتاج الكهرباء النوويه من المحطات النوويه السلميه. مالناش احنا دعوه بقى ايه بالطاقه النوويه بتاعه الحروب وكده، لا احنا بنتكلم في حاجات سلميه، بنتكلم في طاقه كهربائيه نوويه سلميه. يبقى اهميه الطاقه النوويه بيتم انتاج الكهرباء النوويه من المحطات النوويه السلميه. طب اهم القارات المنتجه؟ بيقول لك اولى القارات في انتاجها للطاقه النوويه هي قاره اوروبا، بيجي بعدها على طول قاره امريكا الشماليه. يبقى قاره رقم 1 اوروبا، 2 امريكا الشماليه. ده كله بنتكلم في ايه؟ ده كله بنتكلم في الطاقه النوويه. بعد كده رقم 5 هي طاقه الرياح. طاقه ايه؟ طاقه الرياح. وهنلاقي ان في دول متقدمه بيقدروا ينتجوا طاقه كهربائيه من الرياح. طب دول زي ايه يا مستر؟ اقول لك دول زي فرنسا وبريطانيا وكمان امريكا. يبقى في بعض الدول المتقدمه اللي بتنتج طاقه كهربائيه من الرياح. قلنا زي ايه؟ قلنا زي فرنسا وبريطانيا. ده احنا كمان عندنا دول عربيه بتنتج طاقة كهربائية من الرياح. طب زي ايه مستر؟ زي مصر والمغرب وتونس والأردن وسوريا. دول كلهم ايه؟ دول دول عربية بتنتج طاقة كهربائية من الرياح. ده كله بنتكلم على ايه؟ ده كله بنتكلم عن طاقة الرياح. سادس حاجة معانا وهي طاقة الأمواج وحركة المد والجزر. تقول لي احنا بنستخدمها دي في حاجة؟ اقول لك ايوه، ده احنا بنستخدمها ان احنا ننتج طاقة كهربائية، بس ده بيكون في دول متقدمة بس. زي ايه؟ زي بريطانيا وفرنسا واليابان. قدروا يستفيدوا من حركة الأمواج وحركة المد والجزر ان هم يعملوا طاقة كهربائيه، اللي هم مين؟ دول متقدمه زي بريطانيا وفرنسا واليابان. سابع حاجه معانا واخر حاجه معانا وهي الطاقه الشمسيه. وهنلاقي ان الدول اتجهت لاستخدام الطاقه الشمسيه كمصدر جديد، ودي بنسميها ايه؟ طاقه نظيفه. طاقه نظيفه يعني ايه؟ طاقه ما بتسببش تلوث. وعلى سبيل المثال دوله زي مصر اللي بدات تحط محطات لتوليد الكهرباء للاستخدامات المنزليه. بس عندنا الكهرباء في نوعين. في كهرباء بيتم انتاجها من الفحم والبترول والغاز الطبيعي، ودي بنسميها الكهرباء الحراريه. وفي كهرباء تانية بيتم انتاجها من الامواج وحركه المد والجزر والشلالات، ودي بتسمى الكهرباء المائيه او الكهرومائيه. نتكلم عن النشاط الصناعي في العالم. الاول لازم نعرف ان الصناعه هي تحويل المواد الخام من صورتها الاوليه لصور تانية بتكون ملائمه لحاجه الانسان. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتطلع حديد، الحديد ده بيخش مصانع، بيخرج من المصانع دي عربيات مثلا، فدي بتفيد الانسان. هي دي الصناعه، ان هو بتحول المواد الخام اللي هو زي الحديد ده من صورتها الاوليه لصور تانية اكثر ملائمه لحاجه الانسان، زي مثلا عربيات الانسان بيستخدمها في حياته اليوميه. طب هنتكلم بقى عن النشاط الصناعي شويه. لازم نعرف ان النشاط الصناعي هو قمه الانشطه الاقتصاديه، هو الطب في الانشطه الاقتصاديه. وهنلاقي ان الصناعه موجوده في كل دول العالم، موجوده في مناطق عديده في العالم، ولكنها بتختلف في ايه؟ قالك بتختلف في نوعيتها، سواء صناعة خفيفة أو ثقيلة، وبتختلف برضو في مدى تركزها، وبتختلف في جودة الصناعة ذات نفسها. فاحنا دلوقتي بنلاقي ان الصناعة الحديثة هي دلوقتي اللي بتقيس مدى تطور الشعوب ومدى ازدهار الشعوب، حيث ان احنا هنلاقي ان الدول المتقدمة هي الدول اللي اتطورت فيها الصناعة تطور كبير، واستخدموا فيها الاساليب العلمية وتطبيق الابحاث والتجارب العلمية والاختراع، وكمان تحديث المنتجات الصناعية بشكل مستمر. ده بيحصل في ايه؟ في الدول المتقدمة. فنلاقي
بنلاقي ان الصناعة هو مقياس، الصناعة الحديثة يعني مقياس رئيسي لتطور الشعوب وازدهارها. زي في الدول المتقدمة ان قلنا ان الدول دي هي اللي اتطورت فيها الصناعة تطور مذهل، واستخدموا فيها الاساليب العلمية والابحاث والتجارب للوصول الى منتجات صناعية حديثة بشكل مستمر. فعلشان كده بنلاقي ان الصناعة المتطورة دي او الصناعة الحديثة موجودة في الدول المتقدمة. طبعا مش موجودة في الدول النامية، بتبقى موجودة في الدول المتقدمة، ولكن بنلاقي بعض الدول النامية اللي رفعت من مستوى شعوبها وبدأت تقرب من مستوى الدول المتقدمة. دول زي مين؟ دول زي الصين وجنوب افريقيا ومصر. طب عايزين بقى نتكلم شوية عن مقومات الصناعة. قالك ان عشان الصناعة يتم تطويرها وازدهارها بيبقى فيه مجموعة من المقومات. المقومات دي بتنقسم مقومات طبيعية ومقومات بشرية. المقومات الطبيعية تتمثل فيه قالك المواد الخام، سواء بقى مواد خام معدنية او زراعية او حيوانية. وقال لك برضو مصادر الطاقة اللازمة. والتالت حاجة واخر حاجة الموقع المتميز. دي ايه؟ دي مقومات طبيعية بتبقى موجودة بترتبط بتطور الصناعة وازدهارها. طب ايه المقومات الطبيعية دي؟ المواد الخام سواء بقى معدنية زراعية حيوانية، ومصادر الطاقة اللازمة، وكمان الموقع المتميز. دي المقومات الطبيعية. طب نتكلم عن المقومات البشرية. المقومات البشرية اللي بيرتبط بيها قيام الصناعة وتطورها وازدهارها، عاملين نعيد فيها اهو. طب المقومات البشرية زي ايه؟ قال لك يكون عندك ايدي عاملة ماهرة، توافر الايدي العاملة الماهرة، وكمان يكون عندك تطور علمي، وكمان يكون عندك اسواق، يكون عندك توافر في الاسواق اللي هتبيع المفروض منتجاتك الصناعيه دي، ويكون عندك راس المال. وانت عشان تعمل اي حاجه او اي تطور من اي صناعه لازم يكون موجود الفلوس اللي هتنصرف عشان تطور في الصناعه دي، عشان تعمل مصانع، ويكون موجود برضو سياسات حكوميه. يبقى دي المقومات البشريه. ايه هي المقومات البشريه؟ توافر الايدي العامله الماهره، التطور العلمي، توافر الاسواق، راس المال، واخر حاجه السياسات الحكوميه. ده بنتكلم في ايه؟ ده بنتكلم في مقومات الصناعه، مقومات الطبيعيه والبشريه اللي بيرتبط بيها قيام الصناعه وتطورها وازدهارها. طب هنتكلم شويه بقى على بعض الاقاليم والمراكز الصناعيه الرئيسيه في العالم. واول اقليم معانا هو اقليم غرب ووسط اوروبا. وفي الاقليم ده الاهم او اهم مراكز الصناعيه الموجوده في الاقليم ده موجوده في كذا دوله زي بريطانيا وفرنسا والمانيا. وقال لك ان في دول اوروبا عموما متوفر فيها مقومات الصناعه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. وكمان الوحده الاقتصاديه اللي دول اوروبا عملتها خلتهم يعملوا حاجه زي تكامل في الجوانب الاقتصاديه، تكامل في الجوانب الصناعيه والتجاريه، وكمان حمايتها جمركيا وتدعيمها من جانب هيئه الاتحاد الاوروبي. ايه الاتحاد الاوروبي ده؟ الاتحاد الاوروبي ده تجمع اقتصادي وسياسي انشئ عام 1951 من تجمع حوالي كانوا 6 دول، ولكن مع الوقت زاد عدد الدول ليصل عددهم 28 دولة في عام 2013. ده بنتكلم في ايه؟ في اقليم غرب ووسط اوروبا. اهم المراكز الصناعية بيه موجود في عدة دول. المراكز الصناعية دي زي مثلا في بريطانيا وفرنسا والمانيا. وان في اوروبا عموما متوفر فيها مقومات الصناعة، وتوفر المقومات دي ادت لوجود وحدة اقتصادية وادى الى التكامل الجوانب الاقتصادية الصناعية والتجارية وتدعيمها من جانب هيئة الاتحاد الاوروبي. وعرفنا الاتحاد الاوروبي ده يعني ايه. طب تاني اقليم معانا هو اقليم شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية. ولازم تكون عارف ان الاقليم ده من اكبر الاقاليم الصناعية في العالم الجديد. في العالم ايه الجديد؟ اقليم ايه؟ اقليم شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية. قال لك الاقليم ده بيشمل بقى منطقة البحيرات العظمى. واهم الصناعات بقى نتكلم بقى عن اهم الصناعات الموجودة في الاقليم ده. قال لك في صناعات هندسية زي صناعة الالكترونيات والسيارات والادوات الكهربائية، دي الصناعات الايه الهندسيه. وفي كمان برضه صناعات خفيفه كده، صناعات استهلاكيه زي ايه؟ زي الصناعات الغذائيه والنسيجيه وغيرها. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه اللي هو ايه؟ اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد. وعرفنا ان الاقليم ده بيشمل منطقه البحيرات العظمى. وعرفنا برضو اهم الصناعات الموجوده في الاقليم ده، وقلنا فيه صناعات هندسيه وصناعات بنقول عليها صناعات خفيفه، صناعات استهلاكيه. طب الصناعات الهندسيه زي ايه؟ زي الالكترونيات والسيارات والادوات الكهربائيه. طب والصناعات الخفيفه الاستهلاكيه ادينا امثله، قلنا زي الصناعات الغذائيه والصناعات النسيجيه وغيرها. طب تالت اقليم معانا هو اقليم روسيا واوكرانيا. واقليم روسيا واوكرانيا ده بيبقى في شكل مناطق متباعده، اماكن متباعده عن بعض. طب نتكلم على اهم المراكز الصناعيه فيه. قال لك من اهم المراكز الصناعيه فيه هو اقليم موسكو وما حولها، اقليم موسكو واللي حواليها، واقليم اسمه اقليم الاورال. يبقى اللي احنا عايزين نعرفه في اقليم روسيا واوكرانيا
ان الاقليم ده بيكون على شكل مناطق متباعدة، واهم المراكز الصناعية فيه اقليم موسكو وما حولها، واقليم اقليم الاورال. رابع اقليم معانا هو اقليم شرق اسيا. طب زيه زي اخواته، اهم المراكز الصناعية فيه. قالك اهم المراكز الصناعية في اقليم شرق اسيا، رقم 1 جزيرة هونشو. الجزيرة هونشو دي جزيرة موجودة في اليابان. جزيرة جزيرة هونشو باليابان. وكمان جمهورية كوريا، وكمان مناطق متعددة في الصين. ده في اقليم اقليم شرق اسيا. اهم المراكز الصناعية فيه قلنا جزيرة هونشو. جزيرة هونشو دي موجودة في اليابان والجمهورية الكورية ومناطق عديدة في الصين. طب نتكلم بقى عن مراكز صناعية حديثة اخرى، مراكز بقى متعددة. قالك موجود في اسيا في دول جنوب شرق القارة، قارة اسيا. زي دول زي ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلاند. الدول دي موجودين فين؟ موجودين في اسيا مستر. فين في اسيا؟ في جنوب شرق اسيا. هم الدول ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلاند. وفي اسيا برضو في دول الخليج العربي اللي فيها معظم الصناعات صناعات بترولية. صناعات بترولية دي دول الخليج العربي. وموجود برضو في القارة الأوقيانوسية في استراليا. وعندك في أمريكا الشمالية موجودة في كندا والمكسيك. ده بنتكلم على المراكز صناعية حديثة أخرى. وفي أمريكا الجنوبية موجود في البرازيل والأرجنتين وشيلي. الثلاثة دول فين؟ في أمريكا الجنوبية. وفي أفريقيا موجود في مصر ودولة جنوب أفريقيا. دي مراكز صناعية حديثة. كمان مرة موجودة فين؟ قالك موجودة في اسيا منطقتين، دول جنوب شرق اسيا في دول فيها مراكز صناعية حديثة. دول زي ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، تايلاند. وفي دول الخليج العربي. وكل الصناعات اللي او معظم الصناعات في دول الخليج العربي هي صناعات بترولية. وفي الاوقيانوسية في استراليا. وكمان موجود في امريكا الشمالية في كندا والمكسيك. وكمان موجود في قارة امريكا الجنوبية في الارجنتين والبرازيل وشيلي. واخر قارة معانا موجود في افريقيا في مصر ودولة جنوب افريقيا. ده بنتكلم على المراكز الصناعية حديثة. يبقى كده اتكلمنا عن اقاليم والمراكز الصناعية الرئيسية في العالم، وعرفنا اقليم غرب ووسط اوروبا، واقليم شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية، واقليم روسيا واوكرانيا، واقليم كمان شرق اسيا. واتكلمنا بقى في الاخر عن شوية مراكز صناعية موجودة في اماكن متفرقة من العالم. ودينا امثلة في اسيا وامريكا شين وامريكا جيم وافريقيا والقارة الاوقيانوسية. جمهورية الهند. انا عارف ان جمهورية الهند تعتبر من الدول النامية في قارة اسيا، ولكن الهند حصل فيها تطور كبير سواء بقى في مجالاتها السياسية والاقتصادية. التطور ده ما يأهلهاش انها تخش ضمن الدول المتقدمة، ولكن حصل فيها تطور يشهد للهند انها قدرت تعمل التطور ده. في الدرس بتاع النهاردة عن دولة الهند هنفصصها بقى ونتكلم في كل حاجة. ونبدأ بأول حاجة معانا وهي الموقع الفلكي. هنلاقي ان الهند بتمتد بين دائرتي عرض 8 ل 35 شمالا. يبقى الهند في الجزء الشمالي كلها في الجزء الشمالي. طب وخطي طول؟ قال لك خطي طول من 68 درجة ل 97 درجة شرقا. يبقى الهند كلها في الجزء الشرقي. ده الموقع الفلكي. يبقى دائرتي عرض 8 ل 35 شمالا، وخطي طول 68 ل 97 شرقا. طب الموقع الجغرافي بقى، الهند معروفة قارة اسيا. طب عايزين نعرف بقى حدودها، يعني بيحدها من الشمال من الجنوب من الشرق والغرب والحاجات دي. نبص الاول على الشمال. لو بصينا على الهند في الشمال كده هنلاقي في الهند موجود في الشمال بيحدها دولة اسمها نيبال والصين وبوتان. نيبال والصين وبوتان. ده ناحية ده ناحية الشمال يا مستر. قال لك وفي الشمال الشرقي في دولة اسمها ميانمار. ميانمار ده في ناحية ده ناحية الشمال الشرقي، يعني الشمال فوق اليمين شوية، فوق ناحية اليمين شوية. طب الشمال الغربي فوق برضو بس ناحية الشمال شوية. قال لك دولة باكستان. يبقى الشمال عندنا الشمال على طول نيبال والصين وبوتان، شمال شرقي ميانمار، شمال غربي باكستان. طب الشرق والجنوب الشرقي بقى، قال لك الشرق والجنوب الشرقي في خليج اسمه خليج البنغال. خليج البنغال. ده فين يا مستر؟ ده في الشرق والجنوب الشرقي. اما بقى في الغرب والجنوب الغربي البحر العربي. البحر العربي في الغرب والجنوب الغربي. هنلاقي ان الهند عامله زي شبه الجزيره كده، الميه محوطها من كل الاتجاهات ما عدا الجزء الشمالي بس. يبقى الميه محوطه الهند من جميع الاتجاهات ما عدا الجزء الشمالي. لو بصيت على شكل الهند كده على الخريطه هتلاقي شكل الهند مثلث، بس مثلث مقلوب، مثلث راسه في الجنوب. وفي ملحوظه لازم تكون عارفها، ان دوله اسمها بنجلاديش معظمها داخل حدود دوله الهند. الدوله دي اسمها بنجلاديش. ملحوظه كده مهمه لازم تكون عارفها، دوله بنجلاديش بتقع معظمها داخل حدود الهند. طب مساحه الهند قد ايه يا مستر؟
اقول لك مساحة الهند 3.2 مليون كيلو متر مربع، 3.2 مليون كيلو متر مربع. طب نتكلم بقى عن التضاريس شوية. فاكرين التضاريس بتاع الترم الاولاني؟ ايوه هي دي. نتكلم بقى عن التضاريس شوية، وهنقسم التضاريس لجبال وهضاب وسهول. اول حاجة نتكلم عن الجبال اللي موجودة في الهند. قال لك موجود جبال اسمها جبال الهيمالايا، ودي في الشمال فوق، وفي جبال اسمها جبال الغات الشرقية واختها جبال الغات الغربية. يبقى الجبال في الهند موجودة جبال هيمالايا ودي عرفنا في الشمال، وجبال الغات الشرقية، وجبال الغات الغربية. بس كده في الجبال. طب الهضاب، قال لك الهضاب في هضبة اسمها هضبة الدكن، فاكرها الترم الاولاني؟ هضبة الدكن دي واخدة شكل مثلث، بيقطع الهضبة دي انهار، هضبة اسمها هضبة الدكن. طب السهول هنقسمها، عندنا سهول فيضية وسهول ساحلية. السهول الفيضية بقى زي ايه؟ قال لك سهول فيضية زي نهر الجنج. ده فين ده؟ قال لك نهر الجنج ده في الشمال الشرقي فوق ناحية اليمين كده شوية. يبقى سهول فيضية زي سهل نهر الجنج في الشمال الشرقي. وفي سهول بقى انهار صغيرة كده على قدها في الجنوب. طب زي ايه يا مستر؟ ادينا مثال. اقول لك زي سهل نهر كوفري. يبقى السهول الفيضية عندنا سهل او سهول نهر الجنج في الشمال الشرقي، وسهول انهار صغيرة كده على قدها في الجنوب زي سهل نهر كوفري. اما بقى في السهول الساحلية فعندنا سهول ساحلية زي سهول اسم غريب كده كروماندل، ودي موجودة على خليج البنغال اللي في الشرق، سهول كروماندل. وعندنا سهول ملبار، ودي ممتدة فين؟ قال لك دي على البحر العربي، موجودة في الغرب ناحية الغرب. يبقى دي السهول، عرفنا سهول فيضية وسهول ساحلية. طب نتكلم شوية بقى عن المناخ. الجو في الهند عامل ايه؟ قال لك الجو في الهند المتوسط السنوي لدرجات الحرارة بيزيد عن 30 درجة مئوية، وبيقل كلما اتجهنا ناحية الشمال فوق. يبقى المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في الهند بيزيد عن 30 درجة مئوية، وبيقل كل ما نروح ناحية فوق، نتجه ناحية الشمال. والأمطار فيه أمطار موسمية صيفية، وبتكون أمطار غزيرة في الجنوب، وبرضه بتقل كلما اتجهنا نحو الشمال. يبقى درجة الحرارة أعلى من 30 وبتقل كلما اتجهنا ناحية الشمال. وأمطار موسمية صيفية غزيرة، وبرضه بتقل أمطار موسمية صيفية غزيرة دي في الجنوب، وبتقل كلما اتجهنا برضه فين؟ ناحية الشمال. طب النبات الطبيعي بقى، قال لك في الهند في سواحلها الغربية والشرقية بتنمو الغابات الموسمية. غابات ايه؟ غابات موسمية. فين؟ في السواحل الغربية والشرقية. وبرضو في شوية حشائش قصيرة كده بتنمو على الهضبة اللي احنا قلناها في الهند، اللي هي هضبة ايه؟ بالظبط كده، هضبة الدكن. يبقى النبات الطبيعي في الهند عندنا الغابات الموسمية، ودي السواحل ايه؟ سواحل شرقية، سواحل غربية. وعندنا الحشائش القصيرة على هضبة الدكن. طب نتكلم بقى شوية عن سكان الهند. اقول لك ان الهند هي تاني دول العالم اكثر سكانا بعد الصين. الصين رقم 1 في السكان، بيجي بعدها الهند. وعدد السكان الكبير ده سبب مشاكل كبيرة للهند، والهند قدرت انها تواجه المشاكل دي اللي هي المشكلة السكانية بالسياسات بنقول عليها سياسات تنموية. يعني ايه؟ يعني عشان يحلوا المشاكل دي بدأوا ان هم يهتموا بالتعليم، وكمان يطوروا البحث العلمي. ده خلاهم يقدروا يطوروا بعدين الزراعة والصناعة. وهنلاقي ان السكان دايما في الهند بيتركزوا، بيبقوا موجودين اكتر في السهول الساحلية والفيضية، حيث ايه؟ المدن الرئيسية اللي موجودة فين؟ في السهول الساحلية والفيضية. طب مدن زي ايه؟ قال لك مدن زي نيودلهي، ودي العاصمة، مومباي. مدن زي نيودلهي ومومباي. طب نتكلم شويه بقى عن الانشطه الاقتصاديه وموارد الهند. هنعرف ان في الهند متوفر فيها موارد اقتصاديه، سواء بقى موارد زراعيه او ثروات معدنيه، وده ساعد الهند ان يحصل تنوع في الانشطه الاقتصاديه. زي ايه؟ نتكلم الاول عن الزراعه. هنعرف ان في الهند مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه اللي بتعتمد عليها في الهند في زراعتها على مياه الامطار والانهار. وفي الهند بيبقى فيه ينتج فيها محاصيل زراعيه، سواء بقى حبوب غذائيه، محاصيل سكريه او نسيجيه، او حتى يا سيدي زيتيه. وفي الفتره الاخيره زاد انتاج الهند كميات كبيره من المحاصيل دي، من المحاصيل اللي هي الزراعيه. ولو تفتكر معايا من الوحده الاولى، ارجع بالذاكره شويه كده، الهند كانت من اكبر دول العالم انتاجا لكثير من المحاصيل الزراعيه زي القمح وقصب السكر والقطن. ارجع كده للوحده الاولى وافتكر دي الزراعه. طب نتكلم عن الانتاج الحيواني، الثروه الحيوانيه في الهند. هنعرف ان الهند فيها ثروه حيوانيه زي بنقول ضخمه كبيره جدا، وده بسبب ان المراعي كتير في الهند. هنلاقي ان عدد الابقار في الهند وصلوا 220 مليون راس. تخيل الرقم 220 مليون راس. ولكن رغم العدد ده كله
هنلاقي ان القيمة الاقتصادية بتاعتهم محدودة. طب ليه يا سيدي؟ اقول لك بسبب ان في الهند منتشر ديانة اسمها الديانة الهندوسية، والديانة الهندوسية دي بتحرم اكل لحوم الابقار. هناك بيعبدوا الابقار والحاجات دي، يبقى القيمة الاقتصادية قليلة في الابقار رغم عددها الكبير ده بسبب تحريم الديانة الهندوسية اكل لحوم الابقار. وطبعا موجود اعداد كبيرة بقى سواء من الجاموس او الاغنام او كده. طب الانتاج الحيواني، قلنا الاول ثروة حيوانية. نتكلم عن الانتاج الثروة السمكية. هنعرف ان الهند من الدول الرئيسية المنتجة الاسماك. طب ليه يا مستر؟ لان الهند بتطل على مسطحات مائية بجبهات ساحلية طويلة كبيرة، زي ايه؟ فاكر ما قلنا في الحدود وكده، زي خليج البنغال والبحر العربي. يبقى تعد الهند من الدول الرئيسية منتجة الاسماك. لو جالك بما تفسر هترد عليه وتقول كده ببساطة، لانها بتطل على مسطحات مائية بجبهات ساحلية طويلة زي خليج البنغال والبحر العربي. نتكلم بقى عن الثروات المعدنية ومصادر الطاقة. الثروات المعدنية وان اهمهم الحديد، وارجع كده وافتكر في الدرس الثالث في الوحدة الاولى شوف الحديد والهند وكده، افتكر كده. طب مصادر الطاقة بقى، اقول لك مصادر الطاقة في عندك زي الفحم. والفحم الهند واخدة رقم 3 في دول العالم الاكثر انتاجا للفحم، هي رقم 3. ومناجم الفحم موجودة في الهضبة اللي احنا قلناها من شوية، كل شوية نقولها، هضبة ايه؟ الدكن. وهنلاقي ان الهند بدأت تلجأ لطاقة اسمها الطاقة النووية والكهربائية. ليه يا سيدي؟ ده لان ما عندهاش بترول ومصادر طاقة اخرى، فلجأت للطاقة ايه؟ الطاقة النووية والكهربائية. طب نتكلم شوية بقى عن الصناعة. هنعرف ان الصناعة في الهند اتطورت في الفترة الاخيرة. طب ليه اتطورت؟ اقول لك اتطورت بسبب توفر مقومات الصناعة. فاكرين مقومات الصناعة اللي كنا واخدينها في اخر درس جغرافيا نزل على القناة؟ مقومات، قلنا مقومات طبيعية ومقومات بشرية. اهي الهند بقى اتوفر فيها المقومات دي، عشان كده قدرت تطور في الصناعة، وكمان بسبب اهتمام بالتعليم والبحث العلمي. يبقى شهدت الهند قفزة سريعة في تطور الصناعة. ليه؟ بما تفسر بسبب توفر مقومات الصناعة بها والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي. طب اهم الصناعات بقى في الهند، في عندك بقى صناعة السيارات، صناعات الإلكترونية، الآلات، المنسوجات، صناعات غذائية، صناعات كيماوية، الحديد والصلب، دي كلها صناعات في الهند. طب نتكلم بقى على أهم مدن الهند. لو بصينا هنتكلم الأول على عاصمة الهند وهي نيودلهي. لو بصيت على الخريطة هتلاقي نيودلهي ناحية الشمال شوية، وهنلاقي ان نيودلهي دي بنقول عليها العاصمة السياسية. ليه بنقول عليها كده؟ عشان هتعرف كمان شوية. في مدينة نيودلهي بقى موجود فيها بقى كل الجامعات والمراكز الصناعية والمعالم التاريخية المهمة الموجودة في الهند. ده فين؟ ده في نيودلهي. عندنا تاني مدينة معانا وهي مومباي. مدينة مومباي دي هتلاقيها بصة على البحر العربي، ومدينة مومباي بنطلق عليها لقب العاصمة التجارية. عشان كده لما جيت قلت نيودلهي ما قلتش العاصمة وسكت، لا قلت لك نيودلهي دي العاصمة السياسية، اما مومباي دي العاصمة التجارية. طب ليه بنقول عليها كده؟ لان مدينة مومباي من اهم المدن التجارية في الهند، لان مدينة مومباي اهم مدن الساحل الغربي، وبالطول زي ما قلنا على البحر العربي، ففيها اكبر الموانئ وكمان من اكبر المدن الصناعية في الهند. ثالث مدينة معانا هي حيدر اباد. ومدينة حيدر اباد دي موجودة في هضبة الدكن، وفيها اكبر المراكز للصناعات اليدوية، وكمان فيها مراكز اسلامية كتير. دي مدينة ايه؟ حيدر اباد. يبقى مطلوب منك تعرف الثلاث مدن دول في الهند، وهي نيودلهي ونقول عليها العاصمة السياسية، مومباي وبنسميها العاصمة التجارية، وحيدر اباد. نتكلم بقى عن اخر جزء معانا في الدرس وهو العلاقات المصرية الهندية. في الفترة الاخيرة شهدت العلاقات المصرية الهندية تقدم كبير ونمو كبير على كافة المستويات بقى، سواء سياسيا، اقتصاديا، علميا، ثقافيا. نتكلم بالتفصيل الناحية الاقتصادية. هنعرف ان مصر بتصدر للهند القطن والفوسفات والاسمدة الخام والمصنعة برضو والجلود. ده ايه؟ ده اللي مصر بتبعته للهند، بتبعت قطن، فوسفات، اسمدة خام ومصنعة وجلود. طب مصر بتجيب ايه بقى من الهند؟ اقول لك مصر بتستورد من الهند غزل القطن، السمسم، الشاي، التوابل، وقطع غيار وسائل النقل. ده اللي ايه؟ ده الحاجات اللي مصر بتستوردها من الهند. جمهورية نيجيريا الاتحادية. جمهورية نيجيريا الاتحادية بنعتبرها من الدول النامية. احنا عرفنا ان في الوحدة دي بندرس بعض الدول النامية وبعض الدول ايه؟ المتقدمة. دولة نيجيريا بقى احدى دول العالم الثالث، يعني ايه؟ دولة نامية. ونجحت نيجيريا انها تستقل
عن بريطانيا وبقت دولة متحدة بيضم 12 ولاية. في الدرس بقى بتاع النهاردة ان شاء الله هنفنط نيجيريا، نعرف كل حاجة عنها زي ما عرفنا في الدرس اللي فات عن الهند. موقع فلكي بقى، موقع جغرافي، مساحة، تضاريس، مناخ، نبات، كل حاجة. ونبدأ بأول حاجة معانا وهو الموقع الفلكي. هنعرف ان نيجيريا بتمتد بين دائرتي عرض 4 ل 14 شمالا، يبقى تمتد بين دائرتي عرض 4 درجة ل 14 شمالا، وبين خطي طول 2.5 ل 14.5 شرقا. يبقى الموقع الفلكي بتاع نيجيريا بتمتد بين دائرتي عرض 4 ل 14 شمالا وخطي طول من 2.5 ل 14.5 شرقا. ده الموقع الفلكي. تاني حاجة معانا بقى وهي الموقع الجغرافي. لو بصينا على خريطة نيجيريا هنلاقي فوق كده، فوق خالص ناحية الشمال، هنلاقي دولة النيجر. دولة النيجر دي اللي بتحد نيجيريا من الشمال. دولة النيجر او النيجر عادي. طب من الجنوب، هنلاقي حاجتين، هنلاقي المحيط الاطلنطي وهنلاقي خليج اسمه خليج غينيا. خليج اسمه خليج غينيا. ده منين يا مستر؟ ده جنوب تحت خالص. لو بصينا بقى، حطينا دولة نيجيريا وبصينا على يمين نيجيريا ناحية الشرق، هنلاقي ان بيحد نيجيريا من الشرق دولتين. من فوق كده دولة تشاد وتحتها الكاميرون. يبقى يحد نيجيريا من الشرق تشاد والكاميرون. طب الناحيه الثانيه بقى الغرب، قال لك بالغرب بيحد دوله نيجيريا دوله اسمها بنين. دوله اسمها بنين. يبقى سريعا كده الموقع الجغرافي لنيجيريا: شمالا النيجر، جنوب محيط اطلنطي وخليج غينيا، شرق عندنا دولتين لتشاد فوق تحتها الكاميرون، غرب عندنا دوله بنين. طب مساحة نيجيريا قد ايه؟ قال لك مساحة نيجيريا حوالي 924 ألف كيلو متر مربع. تاني، مساحة نيجيريا 924 ألف كيلو متر مربع. يبقى كده خلصنا مساحة نيجيريا. هي نفس النقط بتاعت الهند، هنتكلم نفس النقط بتاعت نيجيريا. موقع فلكي، جغرافي، مساحة، تضاريس، كل دولة هنفنطها. طب تضاريس بقى بتاعت نيجيريا، قال لك تضاريس نيجيريا احنا عرفنا التضاريس خلاص بتنقسم ليه بقى. نتكلم الاول عن السهول، وعندنا السهول الساحلية والسهول الفيضية. قال لك في نيجيريا بقى السهول الساحلية فيها منخفضة على خليج غينيا. ده فين؟ ده جنوبا، وبتنتهي عند نهر اسمه نهر النيجر، وفي الدلتا فيه بتكون واسعة. يبقى السهول الساحليه بتكون منخفضه على خليج غينيا في الجنوب، وبتنتهي عند نهر اسمه نهر النيجر في الدلتا الواسعه اللي هناك. طب دي السهول الساحليه. السهول الفيضيه، قال لك السهول الفيضيه في نيجيريا تعرف بالسهول الشماليه. السهول الشماليه بيجري في السهول دي نهر النيجر، وده النهر اللي بتعتمد عليه نيجيريا في الري والزراعه. يبقى السهول في سهول ساحليه وسهول فيضيه. مش هنتكلم عن الجبال في نيجيريا، كنسل الجبال بقى في نيجيريا. احنا هنتكلم عن السهول والهضاب وحاجه كمان وهي التلال. طب الهضاب، قال لك الهضاب عندك في نيجيريا هضبه اسمها هضبه جوس او جوز زي ما انت عايز تقولها. هضبه جوس. هضبه جوس دي قال لك بيصل لارتفاعها حوالي 1780 متر، والهضبه دي موجوده في وسط السهول الشماليه. يبقى صح وغلط؟ تقع هضبه جوز او جوس في وسط السهول الجنوبيه؟ غلط. في وسط السهول الشرقيه؟ غلط. هي في وسط السهول الشماليه. طب التلال، قال لك التلال دي هي عباره عن ارض مرتفعه، ارض عاليه تلي السهول الساحليه، والارض دي بترتفع وبتزيد ارتفاعا كلما اتجهنا ناحيه الشمال الغربي. يبقى التلال دي عباره عن ارض مرتفعه بتلي السهول الساحليه، وبترتفع اكتر وبيزداد ارتفاعها كلما اتجهنا الشمال الغربي. ده دي تضاريس نيجيريا. طب مناخ نيجيريا، هنعرف ان نيجيريا معظمها بيقع ضمن النطاق المداري ذو الحراره المرتفعه، والامطار فيه بتكون صيفيه. يبقى معظم نيجيريا ضمن نطاق المداري ذو الحراره المرتفعه، والمطر فيه بيكون مطر صيفي. اما بقى اطراف نيجيريا الجنوبيه من التحت خالص كده هنلاقي ان مناخها مناخ استوائي، برضه حراره مرتفعه ولكن امطار طول السنه. يبقى معظم نيجيريا مناخ مداري، حراره مرتفعه ومطر صيفي، انما اطرافها الجنوبيه مناخ استوائي، حراره مرتفعه بس مطر طول العام. الاثنين حراره مرتفعه، بس المداري معظم نيجيريا مطر صيفي، والاطراف الجنوبيه استوائي مطر طول السنه. طب النبات الطبيعي في نيجيريا بتنمو الغابات الاستوائيه والمداريه. طب فين؟ قال لك في الجزء الجنوبي تحت كده خالص، في الجزء الجنوبي في نيجيريا بتنمو الغابات الاستوائيه والمداريه، وايضا بتنمو حشائش السافانا. حشائش السافانا دي بتنمو فين؟ شمال الغابات المداريه. ركز ما تتوهش مني. يبقى النبات الطبيعي تنمو الغابات الاستوائيه والمداريه تحت في الجنوب. طب حشائش السافانا، حشائش السافانا بتنمو فوق الغابات المداريه، اللي هي غابات المداريه اصلا بتنمو فين؟ في الجنوب.
ده النبات الطبيعي، حاجه بسيطه كده. طب السكان، عدد سكان نيجيريا حوالي 178 مليون نسمة، والعدد ده طبقا للإحصائية اللي اتعملت في 2014. ووفقا للعدد ده هنعرف ان نيجيريا اكبر دول قارة افريقيا من حيث السكان. خليك عارف بتكلم على افريقيا بس، نيجيريا اكبر دول قارة افريقيا من حيث السكان. انما لو بتكلم على العالم عارفين طبعا الصين وبعدها الهند، انما انا بتكلم محدد قارة افريقيا بس. اكبر دول افريقيا من حيث السكان هي دولة نيجيريا، حوالي 178 مليون وفقا لاحصائية سنة 2014. طب السكان دول بقى موجودين فين؟ السكان دول اللي هم في نيجيريا موجودين في الغرب وفي السهول الشمالية وفي هضبة اللي احنا خدناها، هضبة ايه؟ هضبة جوس او جوس عادي. طب هم ليه موجودين في الغرب والسهول الشمالية وفي الهضبة دي؟ ليه اصلا موجودين فيها؟ قال لك لان في الاماكن دي فيها الاراضي الزراعية والمراعي وكمان مناطق التعدين، فعشان كده بتلاقي ايه؟ كثافة سكانية في المناطق دي. والناحية التانية بنلاقي في نهر النيجر وجنوب نيجيريا عدد السكان بيقل. طب تقول لي ليه يا مستر عدد السكان بيقل في دلتا نهر النيجر وجنوب نيجيريا؟ اقول لك بسبب ان الغابات الكتير اللي موجودة هناك والظروف المناخية الصعبة. يبقى بما تفسر يقل السكان في دلتا نهر النيجر او النيجر جنوب نيجيريا بسبب وجود الغابات الكثيفة والظروف المناخية الايه؟ القاسية. طب نتكلم بعد كده بقى عن الموارد والانشطة الاقتصادية، وهنعرف ان دولة زي نيجيريا فيها تنوع كبير في الموارد الاقتصادية، سواء بقى موارد زراعية او ثروات معدنية او موارد غابية او البترول. ورغم الحاجات دي كلها بنلاقي ان اقتصاد نيجيريا اقتصاد نامي بيعتمد في المقام الاول، اول حاجة باصين عليها هي الزراعة رغم الحاجات اللي عندهم دي، ولكن بنلاقي ان نيجيريا اقتصادها اقتصاد ايه؟ نامي، بيعتمدوا على الزراعة في المقام الاول. طب هنتكلم شوية بقى عن الانشطة الاقتصادية دي وهنقسمها لكذا حاجة، ونبدأ باول حاجة معانا وهي الزراعة. هنلاقي ان اكتر من نص اراضي نيجيريا صالحة للزراعة، تقدر ان انت تزرع فيها، ولكن على الرغم من كده ان المساحة المزروعة او المستغلة للزراعة في نيجيريا 15% من المساحة الكلية. يعني هم عندهم اكتر من 50% اراضي يقدروا يزرعوها، ولكن اللي مزروع او اللي بيزرعوه 15%. وبملحوظة لازم نكون عارفها ان الاقليم الغربي في نيجيريا هو اهم مناطق نيجيريا من ناحية الانتاج الزراعي، يبقى يعد الاقليم الغربي اهم مناطق نيجيريا في الانتاج الايه؟ الزراعي. طب ايه بقى اهم المحاصيل الزراعية اللي موجودة في نيجيريا؟ قال لك لو رحت ناحية الجنوب تحت في جنوب نيجيريا هتلاقي المطاط هناك كتير. ده انت كمان نيجيريا هي الدولة الافريقية رقم 1 في انتاج المطاط، يبقى تعد نيجيريا اولى دول افريقيا انتاجا لايه؟ للمطاط. ولو بصيت برضو في الجنوب هتلاقي الرز مزروع كتير، وهنعرف ان دولة نيجيريا تاني دول افريقيا انتاجا للرز، دولة رقم 2 انتاجا للرز في افريقيا. طب الدولة رقم 1 ايه؟ قال لك الدولة رقم 1 هي مصر. والارز ده او اللي هو الرز ده بيزرع في نيجيريا في الحتة بتاعت دلتا نهر النيجر. طب ده كله عمالين نقول لو بصينا في الجنوب لو بصينا في الجنوب. طب لو بصينا بقى في وسط نيجيريا وفي شمال نيجيريا هنلاقي ايه بقى؟ قال لك هتلاقي محاصيل زي الذره الشاميه، الذره الرفيع، الكاكاو، الفول السوداني، نخيل الزيت. دي كلها حاجات بتزرع في الوسط والشمال. ده كله بنتكلم على ايه؟ على الزراعه. تاني حاجه معانا هو قطع الاشجار. هنعرف ان نيجيريا تلت مساحتها غابات. تلت مساحتها ايه؟ غابات. عشان كده هي مصدر كبير للاخشاب، فنلاقي ان نيجيريا فيها مصدر كبير لايه؟ الاخشاب. ما احنا خلاص عرفنا ده تلت مساحه نيجيريا ايه؟ غابات. غابات يعني ايه؟ يعني اشجار كتير. ده ايه؟ قطع الاشجار. تالت حاجه الرعي والانتاج الحيواني. رعي وانتاج ايه؟ حيواني. في نيجيريا موجود عدد كبير من الابقار او سواء بقى الاغنام او الماعز. طب ليه العدد الكبير ده؟ هنعرف ان العدد الكبير ده موجود بسبب ان في نيجيريا في مراعي موجوده في حشائش السافانا، فعشان كده بنلاقي العدد الكبير ده. يبقى بما تفسر توجد في نيجيريا اعداد كبيره من الابقار والاغنام والماعز بسبب وجود مراعي حشائش السافانا. طب في صيد الاسماك، في صيد الاسماك نيجيريا عندها ساحل طويل على خليج غينيا، وكمان عندها انهار وبحيرات في الداخل. ده الحاجات دي ساعدت نيجيريا انها تنتج كميات كبيره من السمك. فتلاقي جاي لك سؤال بما تفسر تنتج نيجيريا كميات كبيره من الاسماك. ليه بما تفسر؟ ده لان فيها ساحل طويل على خليج غينيا وكمان انهار وبحيرات داخليه. خامس حاجه معانا في الموارد والانشطه الاقتصاديه هي التعدين. ولو بصينا على نيجيريا هنلاقي فيها ثروات معدنيه مختلفه ومصادر طاقه. لو بصينا على هضبه جوس هنلاقي ان احنا في نيجيريا بيطلعوا معدن القصدير منين؟ من هضبه جوس. وكمان الفحم.
الفحم بيستخرج من المنطقة الشرقية، يبقى عندنا كده في ثروات معدنية تصدير، وده بيستخرج من هضبة جوز، والفحم وده بيستخرج من المنطقة الايه الشرقية. طب مصادر طاقة، قال لك في بترول، والبترول بيستخرج من المنطقة القريبة من الساحل في الجنوب الشرقي. ما تتوهش مني، ركز، البترول بيستخرج منين؟ من منطقة قريبة الساحل في الجنوب الشرقي. وكمان نيجيريا بتنتج كميات كبيرة من البترول، فوصل انتاج نيجيريا العالمي من البترول حوالي 3%. ده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على التعدين. سادس حاجة معانا بقى وهي الصناعة. الصناعة في نيجيريا هي مش متطورة ولا حتى متنوعة، رغم ان في ثروات زراعية ومعدنية، وده طبعا ده كله بجنب البترول، بس الصناعة في نيجيريا ايه؟ ليست متطورة. طب اهم الصناعات في نيجيريا، قال لك في صناعة الغزل والنسيج، تكرير البترول، الصناعات الكيماوية، وبعض الصناعات الغذائية. بعد كده بقى نتكلم على أهم مدن نيجيريا. بس قبل ما نتكلم على أهم مدن نيجيريا، يا ريت لو لسه ما عملتش لايك للفيديو توقف الفيديو وتنزل تعمل لايك واشتراك القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونتكلم على أهم مدن نيجيريا. وأول مدينة معانا وهي مدينة أبوجا. مدينة إيه؟ أبوجا. مدينة أبوجا دي هي العاصمة الحالية. بقول لك إيه العاصمة الحالية؟ ليه بقول كده؟ نعرف قدام. مدينة أبوجا دي هي مدينة حديثة، تعتبر حديثة، مدينة داخلية مش على الأطراف. مدينة أبوجا. تاني مدينة معانا هي مدينة لاجوس. مدينة لاجوس، ودي بقى العاصمة القديمة. يبقى أبوجا العاصمة الحالية ولاجوس العاصمة الايه القديمة. ومدينة لاجوس دي من أكبر مدن نيجيريا وأكثرها سكانا كمان. ده احنا كمان بنسميها العاصمة الاقتصادية لأهميتها الايه؟ لأهميتها الاقتصادية. تالت مدينة معانا وهي مدينة إيبادان، ودي بتيجي في المركز الثاني على طول في الأهمية الاقتصادية بعد ايه بالظبط كده؟ بعد لاجوس. ومدينة إيبادان دي بنعتبرها مركز كبير سواء للتجارة او التعليم. طب اخر حاجة برضه زي ما اتكلمنا عن الهند، نتكلم عن نيجيريا. العلاقات المصرية او علاقات مصر مع نيجيريا، هنلاقي ان في علاقات قوية بين البلدين. هنلاقي ان مصر بتصدر لنيجيريا حاجات كتير زي الاسمدة والمعدات الثقيلة والاسلاك النحاسية، وكمان اطارات السيارات والمحولات الكهربائية ومواسير الالومنيوم. دي كلها حاجات مصر بتصدرها لمين؟ لنيجيريا. طب مصر بتاخد ايه بقى او بتجيب ايه من نيجيريا؟ مصر بتستورد ايه من نيجيريا؟ بتستورد منها سلع زراعيه، ومن اهم السلع دي الحبوب الزيتيه. ركز، ممكن يجي يقول لك تصدر نيجيريا الى مصر. تصدر نيجيريا بتبعت ايه لمصر؟ بتبعت لها سلع غذائيه من اهمها الحبوب الزيتيه. عن دولة ألمانيا الاتحادية. ألمانيا الاتحادية بنقدر نصنفها ان هي من الدول المتقدمة، فهي احدى الدول الاقتصادية الاولى في العالم. دي ألمانيا الاتحادية. هنتكلم عنها بقى بالتفصيل زي ما عملنا في الهند ونيجيريا. نبدأ نتكلم أول حاجة نتكلم عليها وهو الموقع الفلكي بتاع ألمانيا. هنعرف إن ألمانيا تمتد بين دائرتي عرض 47.5 شمالا ل 55 شمالا، ده دائرة العرض. طب خطي طول، خطي طول تمتد بين خطي طول 6 شرقا ل 14.5 شرقا. يبقى الموقع الفلكي بتاع ألمانيا تمتد ألمانيا بين دائرتي عرض 47.5 شمالا ل 55 شمالا، وبين خطي طول 6 شرقا ل 14.5 شرقا. طب الموقع الجغرافي بقى، لو بصينا على الموقع الجغرافي بتاع ألمانيا لازم في الأول نكون عارفين إن ألمانيا بتقع غرب قارة أوروبا. يبقى تقع ألمانيا غرب قارة إيه؟ قارة أوروبا. طب عايزين نعرف حدودها بقى، يعني بيحدها إيه من الشمال والجنوب والشرق والغرب وهكذا. لو بصينا ناحية الشمال هنلاقي إن بيحد ألمانيا من الشمال 3 حاجات: البحر البولتي ودولة الدنمارك وبحر الشمال. يبقى يحد ألمانيا من الشمال 3 حاجات زي ما قلنا: البحر البولتي ادي 1، 2 دولة الدنمارك، 3 بحر الشمال. طب لو نزلنا تحت بقى وبصينا على الجنوب هنلاقي ان بيحد ألمانيا من الجنوب دولتين، هما دولة النمسا ودولة سويسرا. الجنوب في دولتين، النمسا وسويسرا. طب الشرق، لو بصينا على الشرق هنلاقي ان بيحد ألمانيا من الشرق برضو دولتين، هما دولة بولندا ودولة التشيك. يبقى عندنا في الجنوب في دولتين، دولة النمسا وسويسرا، وعندنا بالشرق بيحدها برضو دولتين، بولندا والتشيك. لو بصينا بقى على الغرب، لا في الغرب بقى عند ألمانيا في كذا دولة بيحدوا ألمانيا من ناحية الغرب. طب ايه هم؟ قال لك في دول زي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا. دول الدول اللي بيحدوا ألمانيا من الغرب، هم ايه؟ هولندا وبلجيكا ومعانا لوكسمبورغ، واخر حاجة معانا هي فرنسا. ده كله عمال نتكلم عن الموقع الجغرافي بتاع ألمانيا. طب آخر مرة ألمانيا موجودة فين؟ موجودة غرب قارة أوروبا. الشمال عندنا بحر بولتي دولة الدنمارك بحر الشمال، جنوب عندنا النمسا وسويسرا،
بصينا على الشرق هنلاقي بولندا والتشيك، لو بصينا على الغرب هنلاقي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا. ده موقع الجغرافي بتاع ألمانيا. طب مساحة ألمانيا؟ مساحة ألمانيا حوالي 357 ألف كيلو متر مربع. دي إيه؟ دي مساحة ألمانيا 357 ألف كيلو متر مربع. طب نتكلم بقى شوية عن تضاريس ألمانيا. لازم نعرف إن تضاريس ألمانيا متنوعة من الشمال للجنوب، والتضاريس دي بنقدر نقسمها لأقاليم أو أقسام يعني. طب الأقسام دي إيه؟ قالك أول حاجة معانا هو السهل الألماني الشمالي. السهل الألماني الشمالي ده من أكبر الأقاليم التضاريسية اللي موجودة في ألمانيا، فهنلاقي إن السهل الألماني الشمالي ده جزء من السهل الأوروبي العظيم، حيث إن احنا هنلاقيه بيبدأ في الشمال عند السهول الساحلية. ده إيه؟ ده السهل الألماني الشمالي. وهنلاقي برضو في السهل الألماني الشمالي إن بيجري فيه شوية أنهار. الأنهار دي في الآخر بتصب في بحر الشمال. طب أنهار زي إيه يا مستر؟ قالك أنهار زي نهر إلب ونهر الراين. دي أنهار بتجري في السهل الألماني إيه؟ الشمالي. وموجود برضو في السهل الألماني الشمالي شوية مستنقعات. المستنقعات دي موجودة برضو في الشمال، قريبة شوية من الساحل. ده إيه؟ ده السهل الألماني الشمالي. احنا كل شوية عمالين نقول الشمال، انت لو بصيت على اسمه اهو السهل الألماني الشمالي موجود في الشمال. يبقى ده أول قسم معانا. تاني حاجة معانا هي المرتفعات الوسطى. المرتفعات الإيه؟ الوسطى. المرتفعات الوسطى دي قالك هي عبارة عن هضاب متقطعة بيجري فيها شوية أنهار. الأنهار دي تتجه برضو نحو الشمال. وموجود في المرتفعات الوسطى دي غابات. هنلاقي أصلا إن في المرتفعات الوسطى دي أصلا بتتغطى بالغابات اسمها غابات مخروطية. وموجود في المرتفعات الوسطى تلال وينابيع مائية كتير. ده خلتها منطقة جذب سياحي، منطقة بتجذب السياح. دي ايه؟ المرتفعات الوسطى. تالت حاجة معانا وهي جبال الألب. جبال الألب في ألمانيا بتعد جزء من جبال الألب الأوروبية، وبرضه تقطعها الأنهار. وجبال الألب في ألمانيا بيوجد بيها أعلى القمم الجبلية، وطبعا بيكسوها الجليد. واحنا عارفين اصلا ان القمم الجبليه العاليه بيكسوها الجليد. ليه؟ دي مش محتاجه. وكمان هنلاقي ان على منحدرات جبال الألب دي بتنمو الغابات المخروطيه والغابات النفضيه. ده كله بنتكلم في تضاريس ألمانيا. طب يجي سؤال يقول لك ما النتائج المترتبه على كثره التلال والينابيع المائيه في المرتفعات الوسطى بألمانيا؟ والله يترتب على كده ان المناطق دي اللي هي المرتفعات الوسطى اصبحت مناطق جذب للسياح. ده كله بنتكلم على ايه؟ على تضاريس ألمانيا. وقسمناها، قلنا ان تضاريس ألمانيا تتنوع من الشمال للجنوب، تتكون لاقسام، واتكلمنا عليهم هم السهل الألماني الشمالي والمرتفعات الوسطى وجبال الألب. طب نتكلم بقى عن المناخ في ألمانيا. لو بصينا على مناخ ألمانيا هنلاقي ان المناخ في ألمانيا هو مناخ غرب أوروبا. ومناخ غرب أوروبا بيكون ممطر طول السنة، خاصة في الشمال، عشان بيكون متأثر بالمحيط الأطلنطي وبحر الشمال. طب لو بصينا على مناخ ألمانيا فصل الصيف وفصل الشتاء، لو رحنا الأول وبصينا على فصل الصيف هنلاقي إن فصل الصيف في ألمانيا بيكون معتدل مع ارتفاع في درجة الحرارة كلما اتجهنا رحنا ناحية الشرق. يبقى فصل الصيف في ألمانيا معتدل ودرجة الحرارة بتعلى كل ما نروح ناحية الشرق. اما فصل الشتاء درجة الحرارة فيه بتقل لحد تحت الصفر كمان، وخاصة في الداخل، خاصة جوه ألمانيا، مش على الحدود، يبقى في الوسط. يبقى تنخفض في فصل الشتاء درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي، خاصة في الداخل. ده ايه؟ ده مناخ ألمانيا. بعد كده على طول ننقل على النبات الطبيعي. هنعرف ان في ألمانيا الغابات بتغطي تلت مساحة ألمانيا، والغابات موجودة في مناطق الجبال والهضاب كمان، عشان كده بنلاقيها بتعد مصدر للخشب. ومن اهم الغابات اللي موجودة في ألمانيا احنا قلناها من شوية الغابات النفضية والغابات المخروطية. وكمان هنلاقي ان في السهل الساحلي تنتشر فيه الحشائش. فين؟ في السهل الساحلي، ولكن مع الوقت قلت، مع الوقت انكمشت. طب ليه يا مستر؟ قالك بسبب التوسع العمراني، بسبب بناء البيوت، وكمان بسبب احلال الزراعة محل الحشائش دي. يبقى الحشائش بتنتشر في السهل الساحلي، ولكن انكمشت مساحتها في الوقت الحالي، قلت مساحتها في الوقت الحالي. طب ليه؟ بما تفسر بسبب احلال الزراعة محلها وكمان التوسع العمراني. ده النبات الطبيعي في ألمانيا. وما تنساش ان الغابات بتغطي تلت مساحة ألمانيا، ومن اهم الغابات النفضية والغابات المخروطية. طب نتكلم بقى عن السكان في ألمانيا. قالك والله اتعمل تعداد
في 2014 لقينا ان عدد السكان في المانيا 81 مليون نسمة، ووفقا للرقم ده هنلاقي ان المانيا من اكبر الدول الاوروبية سكانا. يبقى عدد سكان المانيا 81 مليون نسمة وفقا لعام 2014. عشان كده هنلاقي ان المانيا من اكبر دول اوروبا سكانا. ما بقولش هي الاكبر، بقول من الاكبر، من ضمن الاكبر. طب مناطق تركز السكان بقى، ال 81 مليون دول قاعدين فين؟ قال لك والله ال 81 مليون السكان دول بيتركزوا في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه. طب ليه موجودين في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه؟ قال لك لان في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه في يا باشا فرص عمل، سواء في الشركات او المصانع، فتلاقي السكان رايحه بتدور على فرص العمل دي وبتستقر هناك، فنلاقي تركز للسكان في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه. وكمان بيتركزوا في الاوديه اللي بتكون موجوده على جانبي الانهار، مش محدد لك نهر معين، هو بيتكلم عموما في الاوديه اللي موجوده على جانبي الانهار. ليه متركزين في الحته دي؟ علشان الزراعه. يبقى مناطق تركز السكان في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه. ليه متركزين في الحتت دي؟ علشان فرص العمل في الشركات والمصانع. متركزين برضو في الاوديه على جانبي الانهار، متركزين في ليه في الحتت دي؟ علشان الزراعه. طب نتكلم شويه بقى عن الانشطه الاقتصاديه والموارد اللي موجوده في المانيا. احنا عرفنا من اول حاجه قلناها في الدرس ان المانيا من الدول الاقتصاديه الاولى في العالم واكثرها تقدما. فهنلاقي ان في تعدد في الانشطه الاقتصاديه في المانيا، وهنفصص بقى نتكلم اول حاجه عن الزراعه. وهنعرف ان الزراعه في المانيا منتشره في السهل الشمالي وفي الاوديه النهريه. احنا لسه كنا قايلين مناطق تركز السكان الاوديه اللي موجوده على جانبي النهر عشان الزراعه، فلما نيجي نتكلم في الزراعه اكيد منتشره في السهل الشمالي والاوديه النهريه. والزراعه في المانيا بنلاقيهم بيعتمدوا على التكنولوجيا الحديثه، وبيعمل حوالي 3% من القوه العامله من المانيا في الزراعه. يبقى الزراعه في المانيا بتعتمد على ايه؟ على التكنولوجيا الحديثه. طب من اهم المحاصيل الزراعيه بقى في المانيا؟ قال لك من اهم المحاصيل الزراعيه القمح والشعير وبنجر السكر. ده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم عن الزراعه في المانيا، وهنعرف ان الزراعه تنتشر في السهل الشمالي وبرضه في الاوديه النهريه. والزراعه في المانيا بتعتمد على التكنولوجيا الحديثه ويعمل بها نحو 3% من القوى العامله. ومن اهم المحاصيل الزراعيه قمح، شعير، بنجر السكر. طب الانتاج الحيواني بقى، هنعرف ان في المانيا بيتربى فيها الماشيه والخنازير وكمان الاغنام، بيتربوا في مناطق الحشائش وكمان في الحظائر، وبيستخدموا اساليب علميه عشان ينتجوا منهم اللحوم والالبان. ده الانتاج الحيواني بسيط كده في المانيا. طب الصناعه بقى، الصناعه هي اهم مورد او اهم نشاط اقتصادي، حتى تلاقيهم مسمينها العمود الفقري للاقتصاد الالماني. ليه الصناعه العمود الفقري للاقتصاد الالماني؟ لان بيعمل بيها حوالي تلت القوى العامله. وهنلاقي ان الصناعه في المانيا اتطورت جدا وشهدت توسع كبير خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه. طب تقول لي ليه يا مستر؟ ليه اتطورت بعد الحرب العالميه الثانيه؟ قال لك اتطورت بسبب توفر المقومات. مقومات ايه؟ مقومات الصناعه. مقومات الصناعه احنا فاكرينها عندنا مقومات طبيعيه وبشريه، المقومات دي اتوفرت، وكمان كان في استثمارات، وكمان اهتموا بالاساليب العلميه، وكان في توفر للمراكز العلميه المتقدمه. ده كله ادى في الاخر لايه؟ ده كله ادى في الاخر لتطور الصناعه الالمانيه وتوسعها وتطورها تطور كبير. فتلاقي دايما ان الصناعات الالمانيه متميزه بالجوده بتاعتها والتنوع. تيجي تلاقي يقول لك اي حاجه كهربائيه او مثلا عربيه او كده، يقول لك شوف عربيه الماني، وكله عمال يشكر في العربيات الالماني، لان ايه؟ المنتجات الصناعيه خصيصا في المانيا بتتميز بالجوده والتنوع. طب من اهم بقى الصناعات دي، قال لك من اهم الصناعات دي عندنا الحديد والصلب، السيارات لسه بنتكلم عليها، السفن، المنسوجات، الصناعات الالكترونيه والكهربائيه. ده كله بنتكلم على ايه؟ على الموارد والانشطه الاقتصاديه، وفصصناها للزراعه والانتاج الحيواني والصناعه. طب اهم المدن بقى في المانيا، قال لك اول مدينه نبص عليها هي مدينه هامبورغ. مدينه ايه؟ هامبورغ. مدينه هامبورغ دي موجوده قريبه من بحر الشمال، ونقول على المدينه دي انها من اهم الموانئ اللي موجوده في المانيا. مدينه ايه؟ هامبورغ. عندنا تاني مدينه وهي برلين، ودي بنسميها العاصمة السياسية بتاعة ألمانيا. وعدد السكان في مدينة برلين بيصل إلى 3.4 مليون نسمة. ثالث مدينة معانا وهي مدينة ميونخ. وفي مدينة ميونخ موجود فيها شركات ومصانع ألمانية كتير. حتى مدينة ميونخ بنقول عليها عاصمة إقليم بافاريا جنوبا. مدينة إيه؟ ميونخ. يبقى من أهم المدن في ألمانيا عندنا هامبورغ وبنقول عليها أهم الموانئ، ومدينة برلين ودي العاصمة السياسية، ومدينة ميونخ عاصمة إقليم بافاريا جنوبا. دي أهم المدن في ألمانيا. طب نتكلم شوية بقى عن العلاقات المصرية الألمانية زي اللي فاتوا برضو، زي مع الهند ونيجيريا. بعد ما خلصنا آخر جزء في الدرس بنتكلم عن العلاقات المصرية مع سواء الهند
او نيجيريا، وادي دلوقتي العلاقات المصريه مع المانيا. في المانيا هنقسم العلاقات الى نوعين: علاقات ثقافيه وعلميه وعلاقات الاقتصاديه. نتكلم الاول عن العلاقات الثقافيه والعلميه. تتمثل في ايه بقى العلاقات دي؟ قال لك تتمثل في المركز الثقافي الالماني، وكمان الجامعه الالمانيه الموجوده في القاهره، وكمان معهد الاثار الالماني، وهيئه اسمها هيئة التبادل العلمي الألمانية. دي كلها في العلاقات الثقافية والعلمية. طب العلاقات الاقتصادية بقى، ألاقي إن ألمانيا بتمول محطات توليد الكهرباء من الرياح اللي موجودة في مصر، وبيحصل تصدير واستيراد منتجات بين البلدين. طب زي إيه؟ هنعرف إن مصر بتصدر لألمانيا البترول والغاز الطبيعي والملابس وحاجات تانية. طب مصر بتستورد ايه بقى من ألمانيا؟ مصر بتستورد من ألمانيا الصناعات الكيماوية والآلات والسيارات وغيرها برضه. ده بنتكلم على ايه؟ العلاقات المصرية الألمانية، وقسمناها علاقات ثقافية وعلمية وعلاقات اقتصادية. علاقات اقتصادية قلنا زي ايه؟ قلنا تمويل ألمانيا لمحطات توليد الكهرباء من الرياح اللي موجودة في مصر، وكمان التصدير والاستيراد المنتجات بين البلدين. واتكلمنا ان مصر بتصدر لألمانيا بترول وغاز طبيعي وملابس وحاجات تانية، ومصر بتستورد من ألمانيا صناعات كيماوية، آلات السيارات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد وتفعل الجرس. كان معاكم مستر أحمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.